جه اللي هو في الوقت ده مسؤول في النادي الاهلي وقال لي انا مش عايزك في النادي الاهلي، خلاص بقى احنا داخلين نمضي بقى وخلاص والدنيا زي الفل وخلاص. وكابتن صالح قال لك ادى تزكيه وفرمان ان انا اجي. في صوت في الوقت ده يعلى على صوت صالح سليم؟ لا. فده قعد جابني كده وقال لي بص، يعني الاول جابها لي عن طريقه ان انت فرصتك هتبقى قليله هنا. ليه يا كابتن؟ قال لي وليد صلاح. قلت له وليد ما بيلعبش في حتتي. قال لي طب عبد الجليل. قلت له ما بيلعبش في حتتي. قال لي طب اجيب لك فلوس اكتر وترجع نادي الزمالك تاني. قلت له لو انا ما مضيتش للنادي الاهلي خلي بالك ان انا كنت رايح اصلا الرائد السعودي. بسم الله الرحمن الرحيم. حلقه جديده في عالدكه بودكاست. طبعا بقينا موجودين معاكم، لكن المفاجاه الحلوه ان يعني بناء على الرسائل واستجابه للرسائل الكتير جدا اللي جت لنا. اولا بشكر الناس على متابعتها بشكل كبير جدا للبرنامج في اولى حلقات، وطبعا وجود النجم الكبير كابتن رضا عبد العال. لكن طبعا رسائل كتير جت لنا والنبي عايزين رضا عبد العال يبقى موجود على طول. وبناء على طبعا طلب الناس وطلب الناس اللي بتتابع بشكل كبير، فعلا رضا عبد العال هيبقى موجود معانا حلقة في الشهر بنتكلم فيه اللي ما بنتكلموش في اي حتة تانية. لا بيتكلموا رضا عبد العال في حتة ولا انا بتكلمه في اي مكان تاني، وبالتالي هنكون هنا على الدكة بنتناول كل القضايا، وهتسمع كمان حكايات ومفاجآت واسرار ما تقالتش خالص في الكورة في مصر، واراء طبعا مختلفة. وانتوا عارفين رضا عبد العال لما بيفتح على الرابع. النجم الكبير كابتن رضا، برحب بيك، منورنا ومشرفنا. وعايز اقول لك ان ناس كتيرة قوي 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 بعد الحلقة الاولى عايزين رضا عبد العال، يا ريت رضا عبد العال يبقى موجود. انت عامل ايه للناس بقى؟ ده من عند ربنا يا اسلام، ده حب رباني. ما بيقول لك ربنا بيحبه بيحبب فيه خلق، فدي حاجة ربانية لا ليا دخل فيها ولا حد له دخل فيها. قليل اللي بيحافظ على شعبيته بعد ما بيبطل. وانت بقالك يعني ايه 20 سنة مثلا مبطل؟ 25 سنة 25 27 سنة 27 سنة. قول لي الأول، وانت بتلعب شعبيتك أكتر ولا دلوقتي بعد ما بقيت نجم فضائيات وبودكاست برضو هنا شعبيتك بقت أكتر؟ لا بعد ما بطلت. بعد ما بطلت ايوه مش انا قعدت. شعبيتك بقت أكتر طبعا فعلا. والله. مع انك هنا انت كنت بتلعب في الأهلي يعني في الزمالك وفي الأهلي. ما كنت بتلعب في الزمالك كان جمهور الزمالك اللي بيحبك. اه. اما لعبت في الاهلي جمهور الزمالك زعل منك وبعد عنك وبقى جمهور الاهلي، فانت خسرت النص. فلما رجعت بقى في التحليل ومن خلال الميديا والكلام ده والشاشة، فجمعت يعني 3/4 جمهور هنا والربع هنا، فالحال مش، فالشعبية بقت اكتر. طيب فترة بعد ما انت بطلت يعني ما كنتش بيتم استضافتك خالص في الميديا وفي الاعلام، واول ظهور ليك كان مع خالد غندور. ما كانش مع خالد غندور، كان مع مين؟ اول ما بطلت مهم. كان في بعديها على طول بحوالي سنة او سنتين كان في مباراة بين مصر وفرنسا. مهم. فاكر اللي هو بتاع بشير تاوي، ايوه بتاعت سيسي. ايوه، بس بشير اتظلم يعني، لان المنتخب رايح، انت رايح تلعب ماتش استعراضي عشان يزودوا عدد المنتخبات الافريقيه، مهم. فمفروض تطلع احلى حاجه عندك ككوره، انما انت رحت تدافع. فمش فاكر خسرنا يوميها كام، 5 تقريبا. كان الكابتن محسن صالح اللي كان ماسك. مهم. فالمهم يعني فانا طلعت في قناه، كنت ساعتها اول سنه ليا في التدريب، فكنت ماسك نيل سوهاج. مهم. يعني اول سنه ليا في التدريب مسكت بهتيم صعدتها، وبعد كده جالي العقد بتاع نيل سوهاج ده. مهم. فالمهم رحنا، كان ساعتها في القناه السبعه، ايوه. كان المذيع او مقدم البرنامج كان اسمه محمد الصغير، كان شنب مهم. كده، كان راجل لذيذ. رايح
هم كلموني طبعا قبلها بيوم ان انا بكره بعد الماتش لازم ابقى موجود عشان نحلل. ماشي. انا ماسك مدرب فين؟ في نيل نيل سوهاج. سوهاج. والقناه دي كان فين؟ سنة كام ده كده؟ والله ما فاكر، بس كان سنه 2000 او 2000 صح؟ 2001 حاجه زي كده، يعني في الرينج ده. فهم كلموني قبلها بيوم، فانا هاجي من سوهاج للمنيا. اوكي، فيها 3 ساعات. ما انا ركبت، هم بعتوا لي عربيه وبعد كده سابوني ورجعت في القطر. والله فعلا. اه والله، ما انا اقول لك بقى. فطبعا لما خدت كام ساعتها؟ ولا جنيه. من غير فلوس هو كان في فلوس؟ يعني؟ لا، ما كانش في فلوس خالص. هم بعتوا لك العربيه بس. بس كتر كده. بس فروحت طبعا. هو كان مدخل كابتن محمود بكر على ما اعتقد، مش عارف كان في الاستوديو ولا كان مدخله مداخله. المهم يعني ان كان، يعني انا في الاستوديو وكان كابتن محمود بكر الله يرحمه بيتكلم. فطبعا الكابتن محمود خبره كان عندي. طبعا. فهو عرف في المداخله ان هو يتكلم ويجمل شكل المنتخب، ومعلش ودي مش عارف ايه وكده. فانا دخلت قمت جاي رازع. كابتن محسن صالح كبير عليه المنتخب وراح هناك بوظ الدنيا. ازاي انت ماتش استعراضي عشان ان هم يزودوا وراح تلعب لي بطريقه دفاعيه؟ وخبطت جامد، قطعوا عليا الهوا فعلا. والله العظيم. بسم الله ما شاء الله. ما انا بكلمك بقى يعني بصراحه، يعني اصل انا يا ابيض يا اسود. أيوة. ما عنديش لون الرمادي، ما اعرفش. فالمهم قفلوا على الهوا وقال لك هنخرج فاصل. ده احنا لسه جايين من، يعني لسه جايين ولسه قاعد ولسه بقول يا هادي. فطبعا نخرج فاصل والكلام ده. فقال لي لا، الكلام ده ما ينفعش، انت لازم تقول بقى كابتن محسن واحنا في ظهره. قلت له لا، مش هقول الكلام ده، انا هقول اللي انا شايفه عشان نعدل من نفسينا الفتره اللي جايه. هو كلامي مش هيبقى مؤثر، ده احنا في القناه السبعه والكلام ده. قال لي لا كده مش هينفع. قلت له يعني ايه مش هينفع؟ قال لي لا ما تقولش، انت هتقول اللي احنا نقول لك عليه. انت جاي فاكك المايكات والسلام عليكم وسلام. في العربيه قال لك لا. قعدت بقى من الساعه 12 ونص، كان اخر قطر عداني. قعدت للساعه 5 الصبح ولا مش عارف 5 ونص، لغايه ما القطر اللي جاي من اسكندريه هياخدني يوديني سويل. يعني هم ما وصلوكش لا سابوني. ما فعلا اقسم بالله قال لك مع نفسك. وانت عملت ايه بقى؟ بس رحت المحطه وفضلت قاعد في لا عملت ايه لما قالوا لك مع نفسك؟ خلاص عادي، ما طالما مش هقول اللي انا عايزه خلاص. لا ده في داهيه يعني. ما. انت رايح عشان تقول الصح. طب انت خسران 5، هطبل لمين؟ طب لو كسبان ماشي. يعني احنا لو كسبانين اطبل ماشي، التطبيل هيبقى مبلوع. انما انت خسران 5 وما رحناش بهجمه، اطلع اطبل لمين؟ لا، واحنا في ظهر المنتخب ايه ده؟ احنا بنلعب مش على بونت، ده ماتش استعراضي عشان تزود الفرق الافريقيه. كانت فتره مزعجه بالنسبه لك كابتن رضا؟ لا، بعد الكلام ده. هو انا قبليها مثلا كنت طلعت في برنامج كان مع الدكتور مصطفى الادوار، كان في برنامج في الثالثه اللي هو القسم المباراه، حاجه زي كده. أيوة. انا مره برضو طلعنا، بس كان قبل ما الكابتن محسن صالح يجي. كان الكابتن جواري ماسك منتخب السنغال وخسرنا هناك 2. وطلعت حللت، كنت انا واحمد الكاس ومحمود، كابتن محمود عثمان الله يرحمه، والكابتن طه بصر الله يرحمه. فلما طلعت وحللت برضو بقى يقفلوا عليا، لان انا برضو والله، لان انا طبعا ما كانش عندي خبره في الحاجات دي. انت عارف ان انا بطص على طول، وما كانش زي دلوقتي على الاقل انت بتلحق تفرملني بتاع فاروق يفرملني كده يعني. فانا تصيت وقلت كابتن جوهر لغايه امتى هيلعب؟ انا فاكر. فمن ساعتها ما بقوش يجيبوني دي. وقول مثلا ان هم ما بقوش يجيبوني عشان ان انا كنت ماسك في الصعيد. فلما رحت بقى البرنامج بتاع لا البرنامج اللي هو بتاع محمد الصغير ده، حلفت ان انا ما اطلعش تاني. اوكي، خدت قرار بقى. الكلام ده بيقول لك من 2000 او من 2001 لغايه اما خالد الغندور قعد بقى يتحايل عليا سنه. اساله خالد بيفهم. هو كان عايز، هو ما كانش يعرف ان انا هقول ايه.
هو كان عايز يعني الناس نسيتني، فهو اللي هو عايز ده رضا عبد العال. اصلا خالد بتاع الحاجات دي. فانا لازم ايه اجيب الراجل اللي كان الاهلي والزمالك، وطب هو فين دلوقتي والكلام ده. فواحده واحده الدنيا مشيت، وبقيت قعدت شغال معاه، ما خدتش منه جنيه والله. وكان فتره قريبه يعني. اسال فعشان انت بتقول لي ايه، طب انت ما خدتش فلوس ايام القناه السبعه؟ لا طبعا. فقعدت مع خالد شغال، هو كان يبعت لي العربيه وانا بروح. دلوقتي بسم الله ما شاء الله طب نمسك الخشب بس. حوت يا عم طب بص رجع لي صحتي يا عم، وخد اللي انا باخده. ربنا يديك الصحه كده. بس طيب، لكن انت بتتكلم، انت فكرتني بفتره، هي فتره بالنسبه لك مش عارف كانت مزعجه ولا كانت كويسه، اللي هي فتره نيل سوهاج وبهتيم ودمنهور، فتره المرمطه في التدريب. دي كان فيها مواقف انت كنت متعمد، في ناس تقول لك ايه، انا يعني بحجم رضا عبد العال انا ما دربش في الممتاز به وقتها او في دوري الدرجه الثانيه او الكلام ده كله، ولا انت بالنسبه لك كانت دي اللي علمتك تدريب او خلتك انت تشتغل بقى بقلب وحبيبتك في التدريب؟ بص يا اسلام، يعني الله يرحمه كابتن عصام. اول ما صنبهي. الله يرحمه ويحسن اليه. اول ما بطلت كان هو مش فاكر، كان ماسك فرقه مش عارف منتخب السويس، او بعد ما انا لعبت معاه في القناه. ايوه. فانا بطلت، واخد بالك. فهو كان مش فاكر ماسك فرقه في السويس على ما اعتقد، منتخب السويس. وكلمني وقال لي تعالى اشتغل معانا مدرب، يعني مدرب عام بقى، مدرب مساعد، لان كان في معاه الكابتن جمال عبد الحميد والكابتن طارق يحيى على ما اتذكر. يعني انت عارف ان الراجل دوت له معزه عندي يعني. صنبهي. يعني بعد ربنا سبحانه وتعالى، هو والكابتن حسن سيف دولت احسن اتنين اتعاملوا معايا كمدربين وانا كلاعب كوره. كابتن حسن سيف الله يرحمه والكابتن عصام بيك. فكلمني وقال لي تعالى، قلت له لا يا كابتن، انا لان في الوقت اللي هو بيكلمني فيه انا ما كانش في دماغي التدريب خالص، مش في دماغي نهائي والله. والله خالص. فقلت له لا يا كابتن، انا مش بصراحه المجال ده مش عايز اخش، كفايه وانا لعيب. كان الكابتن فاروق جعفر كان ساعتها ماسك في البلديه، وفي واحد مقرب قال لي اكلم لك الكابتن فاروق جعفر تمسك معاه مدرب. طبعا انت رفضت. طبعا. يعني انا هرفض الكابتن عصام بيجي اللي هو حبيبي، واللي هو سبب بعد ربنا في شهرتي واسمي وكياني، واخد بالك، وهوافق مع الكابتن فاروق. فهو الراجل لما بيقول لي نكلم الكابتن فاروق تروح معاك، كان ساعتها عصام مرعي كان معاه. كان الكابتن عصام مرعي معاه، كان مدرب عام او مدرب مساعد مش فاكر يعني. وتبقى انت وعصام. قلت له لا. ليه؟ قلت له لا انا موافق، لان الموضوع مش في دماغي، واخد بالك. كنت انا بطلت بقى خلاص وما فيش مشكله. فقاعد مع اصحابي بقى اللي هم في بهتيم اللي انا متربي معاهم الكلام ده. ففي الكابتن ابراهيم هيكل كان ساعتها ماسك عضو مجلس اداره في بهتيم. فانت عارف بقى طول الليل بنقعد نتكلم في الكوره، ما وراناش غير الكوره والكلام ده. فقال لك تعالى امسك. لا، فقام جاي واخدنا على جنب، قال لي بقى العقليه دي والدماغ دي مش حرام ان هي ما تشتغلش في الكوره؟ والله العظيم زي ما بقول لك كده يا اسلام. فقلت له يا عم انا مش في دماغي يا عم ابراهيم لان ابراهيم ده كان هو واخويا مرزوق الاثنين توأم، يعني الاثنين قريبين قوي. هو اكبر مني، مواليد 61. بس انا طبعا بحبه وبحترمه، وهو كان ساعتها عضو مجلس اداره في نادي بهتيم، وكان قوي جدا يعني، كان عضو مجلس اداره كان قوي يعني. فقلت له يا عم انا مش، قال لي لا، في دراسات معموله الفتره اللي جايه دي في الاتحاد، خد دراسات يا عم، واللي هي الاساسيه، الدوره الاساسيه. كان ساعتها الدكتور عمرو بن مجد هو اللي كان بيشرف عليها، وكانت معموله في استاد القاهره، كانت بتتعمل في استاد القاهره على طول. فقال لي يا عم ايه، اخدها معاك عشان اشجعك، وناخد محمد، كان معانا الله يرحمه محمد ابو زيد، ده كان دمه شربات. فقال لي احنا الثلاثه هي كلها 45 يوم، هنروح الصبح ونرجع اخر النهار. انت في مشكله بالنسبه لك؟ انا طبعا ما كانش لا شغله ولا مشغله. فقلت له لا. قال لي طب ناخدها يا عم ورميها في البيت، شهاده تدريب ورميها في البيت. في الفتره دي الكابتن حسن شحاته ما كانش واخدها، ولا الكابتن فاروق. بس الكابتن فاروق
كان خريج تربيه رياضيه، فسهل ان هو يشتغل. فقلت له خلاص ماشي. قال لي وبقى مع الدراسه نكملها بايه؟ تمسك فرقه باتيه. مين اللي كان ماسك قبليه وسابهم ومشي؟ قبلها بيومين كابتن عادل عبد الواحد. تمام. فكابتن ابراهيم قال لي بقول لك ايه، امسك يبقى عملي ونظري. انت بتاخد دراسات وكملها بايه؟ وامسك فرقه باتيه بالخبره، بشويه الخبره بتوعك اللي انت اتمرنتهم مع مدربين اجانب ومدربين مصريين والكلام ده، واشتغل. فلما خدت الدراسات مع التدريب حبيت المهنه، والسبب كان الكابتن ابراهيم هيكل. عشان كده بقيت تاخده معايا في كل نادي مدرب عام، لانه بيتكلم في الكوره احسن من اللي انت بتشوفهم كلهم. وما لعبش كوره؟ لا كان بيلعب في نادي باتيم، او كان لعيب. كان بص، شفت طارق سليمان؟ احرف من طارق سليمان بقى والله. طارق سليمان اللي مع حسام حسن. ايوه. كان ده بقى احرف من طارق، هو نفس الستايل، نفس الجري، نفس الاستلام، نفس الطريق، الحاجات اللي طارق بيعملها. ده بقى كان على احرف، لان كان ممكن يحط لك من بين رجليك. بس كان طارق سليمان لاعب كبير قوي. ده كان لو خد يعدي طارق سليمان بكتير، لان ده كمان كان موهوب، كان يلعب ديفندر. طب قول لي في الفتره دي انت كنت بتصرف منين؟ مش كنت فاتح بيتك هل كان لسه برضه فلوس الكوره متبقيه منها؟ لا خالص، انا ما عملتش. اصل اتقال لي جمله انا اول مره هقولها لك. قولها. اتقال لي ان رضا عبد العال ده جات له فتره ما كانش لاقي ياكل. ايوه حصل. وكان بيستلف فلوس. لا ما استلفتش. ولدرجه ان هو اضطر ان يشتغل في التدريب عشان ياخد 3000 جنيه. ما فيش الكلام ده خالص. هو انا جات فتره عليا قبل ما اشتغل في التدريب وبعد ما اشتغلت، لانك مش كل سنه كنت بتشتغل. بس عمري ما استلفت من حد. هو اللي شالني وشال ولادي ده خالي ابو مراتي. لكن جات لك فتره فعلا. طبعا في فتره. خلي بالك كلنا كده، ده طبيعي يعني. اي حد بيمر بفترات كده. ما انت ربنا بيكرمك بعد كده، بعد ما بتشوف بتبقى انت في اختبار يا اسلام. ربنا بيختبرك، هل ان انت هتبقى قد المسؤوليه ولا مش قد المسؤوليه. انا في الفتره اللي انا بقول لك عليها دي عانيت فيها، كان خالي ابو المدام هو اللي كان شايل الليله، وما كانش لدرجه بقول لك في مره من المرات واحنا الدنيا ضنك معانا، فكان اخو المدام كان جايب تليفون. فانا طبعا عادي يعني قاعدين في البيت والكلام دوت، وداخل فتامر ده بيوريني التليفون اللي هو لسه جايبه جديد. والله العظيم عمري ما غيرت، ولا عمري مثلا بصيت لحاجه مش بتاعتي. أيوة. او في ايد اي حد. دايما لما كان بيحصل حاجه زي كده بقول ايه، ربنا يوسع عليه واتمنى له الخير، واخد بالك. فالمهم ايه، فهو بيقول لي خد، قلت له لا والله مبروك عليك وتعيش يعني وتجيب. قال لي ربنا يخليك وكده. مين اللي شافت الموقف ده؟ ام احمد. والله العظيم يا اسلام، تاني يوم هي كلمت ابوها وقالت له انا عايزه قد كده. كان ساعتها مش عارف جايب 6 او طبعا كانت ارقام فلكيه في الوقت ده. طبعا. ومن غير ما اعرف، زي ما جابت لي ده لسه ده لسه جايبه لي اول امبارح، لان هي طبعا هي جايباه من قبل الوفاه، بس حصل تاخير في دفع الفلوس في البنك. حصلت مشكله في البنك وهي بتحول الفلوس. احمد ابنه وهو بيحول الفلوس حصلت مشكله فاتاخر، فجه بعد الوفاه. المفروض كان جه يوم عيد ميلادي. يوم عيد ميلادي يوم 15 والوفاه حصلت يوم 20، فهو لسه جاي اول امبارح بعد ما خلصت الغلطه اللي كانت في الحسابات دي والكلام ده. هي اللي جايبها برضه. ما بقول لك جايبه لي. هي على طول يعني ام احمد بتجيب لك هدايا، انت ما بتجيبلهاش هدايا خلاص. انا بنسى عيد ميلادها. انت متعمد؟ لا والله العظيم. وبنسى عيد جوازها كمان. ومستحملاك جدا. اصل بص، هي عارفه ان انا مش قاصد. ما بتزعلش، ما بتتضايقش. لا هي بتيجي قبلها بيومين وتقعد تقول لي انت مش ناسي حاجه. انا مش في دماغي خالص. طبعا ولادي بيبقوا عارفين، بس هي محرجه عليهم، ما حدش يقول لي.
اما تشوفها افتكر وما افتكرش. طب ما فيش حد من الولاد انت ما يقدرش. مجنده مثلا لا. يبقى يقول لك على كلهم جنب؟ كلهم ولاد كلب. كلهم هم، انت عارف يعني مثلا لو شديت معاه واتخانقت ما فيش حد يجي يصالحها. بحس ان هم فرحانين والله. والله. ومع امهم وقاعدين في الاوضه اللي قاعده فيه دي لازم ده ماشي. بس المفروض ما انا اقول لهم يا اولاد مش عارف ايه. لما يحصل حاجه زي كده قربوا المسافات. يعني ما تبقوش ان انتوا طب معاه. انت قاعد بقى متنك وهي زعلانه فمستنيين، هي بقى قاعدين تحت رجليها وانا بقى قاعد لوحدي. هم بيبقوا فرحانين فيك. ما بحس كده والله يا اسلام. لا والله. والله العظيم ويصعب عليا جدا. طب قول لي في الفتره دي بيعملوا لك اكل ولا بيسيبوك خالص؟ لا بتعمل الاكل. تجيب الاكل من بره ولا؟ لا خالص. هي بتعمل الاكل وكل حاجه، وساعه الاكل نادوا البابا يطلع حد تعالى، لان انت عارف ان احنا بنفتح تحت. فانزل واخد بالك هتلاقي الحاجه بتاعتي محطوطه وكله قال، حتى الولاد اللي بياكلوا المفروض معانا في التوقيت ده ما ياكلوا، بياكلوا معاها هي. يعني وانا ببقى لوحدي كاني مثلا كلب جربان. ولاد بس والله خلي بالك الموضوع ده بيأثر فيا جامد. لا والله. وحياة ربنا ويخليني اقلب بس اول بقى ما صالحها هتلاقي العيال سمنه على العسل وبابا زي الفل وانت ما عدا مرام. لا مرام بقى اللي كل شويه تقول بابا عايز حاجه، بابا في حاجه ما واخد. هي وهاجر شويه بس هاجر بقى طبعا يعني البنات حنينين شويه غير احمد ومحمود. لا محمود ده مش في دماغه. محمود ده طبعا ده يعني مش في دماغه، مش فارقه معاه، عايش حياته في حته تانية. نتكلم ما نتكلمش مش شاغل دماغه. انما احمد اللي هو ايه يعني بيحب امه اكتر مني يعني. بس ده طبيعي. ما طبيعي. بس اذا كان انت كنت يعني بتقول ان انت بتحب والدتك. لا ابويا اكتر من امي. عشان والدتك كانت قوية، شخصيتها قويه. وبعدين يعني بجد كنت بتعاطف مع ابويا لان ابويا اللي في قلبه على لسانه. وزي كده يعني انت عارف يقول لك يا اسلام انت فيك كذا كذا. طيب واضح ولا يعرف يجامل ولا يعرف يخبي مش خبيث ولا لا خالص خالص. انت الامانه انت كده يا كابتن رضا. يعني انت اللي في قلبك على لسانك. كل اخواتي كده على فكره. عادل الله يرحمه اللي لسه متوفي ده. هقول لك حتى الحاج عادل التوفي ده بقى اغلب مننا، يمكن احنا بنتنرفز. طب انا حسيت وانا معاك في البرنامج يعني واحنا بنعزي الحاج عادل ربنا يرحمه يعني انك انت مسكت نفسك شويه. طبعا. يعني انك كنت متاثر بيه. بص انا ما عيطتش الا لما روحت بالليل. يعني انا طول قدام الناس وعلى في قبل ما يخرج من البيت وقدام كل الناس انا متماسك عادي لان يعني انا طبعا مش هتلاقي يوم 20 رمضان ولسه خاتم المصحف 3 مرات وبيقرا في الجزء في الرابع مره واخد بالك، وبعدين يصلي الفجر، وبعدين وهو بيقرا في المصحف دماغه وقعت على المصحف، بنته مفكره ان هو غفل خد تغفيله والكلام ده. هو في احسن من حسن الخاتمه كده؟ طبعا لا ما فيش. فانا ما زعلتش عشان دي، انت عارف لو في ايام عاديه بس واضح انت كنت متاثر بيه. طبعا لما روحت يعني بقى مواقف معاك لما روحت. ايه بقى ايه اللي وانت قاعد وانت ايه اللي خلاك تعيط؟ ايه اللي خلاك ايه المواقف اللي انت ما يعني اقول لك على حاجه هتصدقني؟ ده ما كانش اهلاوي ولا زملكاوي. والله كان سرساناوي. فعلا. والله. ده جيل الشاذلي ومصطفى رياض. في جمهور لغايه دلوقتي. لغايه دلوقتي. شوف يعني الترسانه انت ممكن مثلا في شاذلي ومصطفى رياض هو متابع. هو متابع وعارف ان النهارده في ماتش لو مذاع بيتفرج عليه. في ترسانويه اصلا. وقبل يعني قبل ما يكلف والكلام ده كان في ماتشات بيروح للترسانه. لا انا مصدقك لان انا شفت اصلا يعني غطيت نادي الترسانة لفترات كبيرة، فبتشوف ناس، ففي ناس ترسانوية. ايوه ده كان ترسانوي. لكن مواقفك انت كان معاه يعني وخلتك يعني تتأثر؟ لا اللي كنت هو ما كانش قريب مني قوي يعني في الحياة الكروية. لكن الحياة الشخصية برضه ما كانش قريب مني. مسعد الله يرحمه بقى اللي هو كان اكبر منه بقى، ده اللي ما كانش بيسيب لي تمرين.
ده بقى كان معايا في كل حته، مم. ويعني وكان قريب مني، وما تعملش دي وتعمل دي واخد بالك، ولما تيجي تتكلم تقول كذا ما تقولش كذا. يعني مم. كان دايما يعدل في حته بقى، بالذات لما اول ما رحت نادي الزمالك. مم. فهو كان بيظبط لي دايما الكلام ويقول لي ايوه ايوه، كان هو يوجهك يعني. والله يرحمه الكابتن حسن سيف، كانوا هما الاتنين فيهم الميزه دي. مم. فيقول لك ايه، لما تسأل سؤال ما تردش على طول. طيب كابتن رضا، يعني وانت في نيل سوهاج وانت في دمنهور وانت في بهتيم، فكرة تفويت الماتشات، ما تعرضش مرة مثلا كابتن رضا حد كلمك او الكلام ده كله، الماتش الجاي ما تلعبش اللعيبة الأساسية، مش عارف ايه الكلام ده كله؟ تعرض طبعا. اتعرض؟ وانا ماسك نيل سؤال. والله؟ والله. مين بقى اللي عرض عليك؟ مدرب كبير. فعلا؟ كان ماسك ساعتها. هما كانوا فرقتين هما اللي بينافسوا، واحنا ما كنا احنا بقى في نص الجدول، يعني لا هنهبط ولا ولا هنصعد. بس احنا هنتحكم في فرقة تصعد منها، لان كان الفرق بونت. الماتش ده كان في الأواخر يعني. قبل اخر ماتشين حاجة زي كده. واحنا كنا فرقة كرة كويسة قوي قوي، والفرقتين اللي هم بيصعدوا دول ومجموعة صعيد مجموعة صعبة. هي صعبة للي معهوش فلوس، انما اللي معاه فلوس يصعد. ايوه. فكان ساعتها الالومنيوم وبترول اسيوط. الالومنيوم وبترول اسيوط، مين اللي كلمك بقى؟ كان هم اللي بينافسوا بترول اسيوط. بس الشهاده لله مش المدرب بس، الاداري. بس طبعا ده بتعليمات من المدرب. وكلمني. يعني مع كامل الاحترام للمسؤولين في بترول اسيوط، مالناش لا ما لهمش علاقه. لا لا ما انا بقول لك دي شغله ده المدرب. شغل الناس بتوع كوره. وكلم الاداري ان هو يكلمني، لان هو صعب ان هو يكلمني، لان ما كانش العلاقه بيني وبينه كويسه. المدرب ده كان ايه بقى؟ مدرب كان كبير. والله. والله كان اسم كبير اهلاوي ولا زملكاوي؟ اهلاوي. ماشي. والتاني كان زملكاوي. واللي بينافسه كان زملكاوي. اللي هو كان فرق بونت زملكاوي. ماشي. قال لك ايه بقى؟ لا الاداري بيكلمني قبل الماتش ب3 ايام. كان قبل الماتش ب3 ايام. انت عارف كنا بنلعب كل اسبوع. ايوه. فلقيت تليفون معرفوش، فواحد بيقول لي انا فلاني الفلاني اداري كذا بترول اسيوط. قلت له اهلا وسهلا. فبيقول لي طبعا احنا بنشكرك على الفرقه اللي انت عاملها وبتاع. طبعا انت عارف لازم هيخش لك بمدخل، فلازم يعظم فيك ويمجد فيك عشان تبقى ايه الامور سهله يعني. لا ربنا يخليك وبتاع، ولو حصل نصيب السنه الجايه وصعدنا احنا عايزينك تبقى معانا مع كذا، ممكن تبقى مدرب عام والكلام ده. قلت له ربنا يخليك، ربنا يوفقك والكلام ده. فقال لي انا عايز اجيلك نتقابل يعني. فقلت له طب ليه يعني؟ طب اديني فكره يعني والكلام. فقال لي مش هينفع في التليفون والكلام. قلت له لا هينفع، اديني فكره عشان اقول لك او لا. انا فهمت على طول يعني، ما انت بقى من اول الموسم ما كلمتنيش وجاي تكلمني بس احنا عندنا ماتش مع الالومنيوم. يعني الماتش اللي جاي ده بتاعنا بتاع يعني مع الالومنيوم مش معاهم. عرض عليك ايه بقى؟ عرض عليا انا والفرقه، لان طبعا انت عارف الفرقه 30 لعيب وفي اداريين وفي طقم دكاتره، طقم طبي، يعني حوالي 45 واحد يعني. فقال لي انت شاكب راكب باللعيبه بكله 200,000، ادوكم 200,000 فتاخدهم قبل الماتش بس تتعادلوا او تكسبوا بس او تكسبوا. لو كسبتوا هيبقى في مكافأة تانية. اوكي. قلت له الكلام ده مش عندي. فقال لي لا طب المبلغ مش عاجبك يعني؟ قلت له ما ينفعش. قلت له انا هبيع ضميري عشان يعني اخش النار عشان 200,000 جنيه. قال لي لا، ما لو انت عايز اكتر من كده احنا ممكن، بس بشرط ان انت تكسب او تتعادل. قلت له لا طبعا. فما رضيتش ساعتها؟ لا ما رضيتش، وقفلت بعد كده السكه في وشه عشان ما تدخلش النار.
ما ينفعش، اصل انت مديني امانه انا اخونك. مم. مم. خلي بالك خلي بالك، اتعرض عليا تاني مم. وانا ماسك في نبروه، مم. ورئيس النادي اللي كلمني مم. وقال لي سيب الماتش، كان المنصوره وسموحه، مم. وانا ما رضيتش اسيب الماتش للمنصوره، مع ان المنصوره ونبروه بلد واحد اه. او محافظه واحده، مم. وما رضيتش. طرد عليك كام بقى؟ ما اعرفش، بس ده هنا في نبروه اللي كان بيتفق رئيس النادي مم. في التوقيت ده، اه. لدرجه ان انا بالليل لما الاداري حيا يرزق كابتن بدوي شولح، مم. لما قال لي بالليل، قال لي خلي بالك في 2 لعيبه وكانوا احسن 2 لعيبه، كان في عندنا لعيب منهم كانوا ملقبينه بابو تريكه، ان هم راحوا قعدوا النهارده بعد العشاء. الكلام ده بقى هو بيكلمني بالليل الساعه 1 مم. واحنا قاعدين في النادي واللعيبه نايمه جوه، فقال لي في 2 لعيبه راحوا مضوا للمنصوره في حاله الصعود، اوكي. والاتنين دول كانوا في المعسكر. وانت ما كنتش تعرف؟ لا ما كنتش اعرف، ما الكابتن انا بقول مم. لك كابتن بدوي شغلح اهو، مم. اللي هو الاداري او مدير الكره في التوقيت ده، قال لي في 2 لعيبه راحوا مضوا لنادي المنصوره النهارده بعد صلاه العشاء. وانت رفضت برضه؟ ده انا الاتنين طلعتهم تاني يوم في المحاضره، طلعتهم بره السكور خالص، مم. مم. بره. مم. احنا اتغلبنا 1-0 بضربه جزاء. طب انت عملت ايه مع بترول اسيوط؟ لا رفضت. كسبت ولا خسرت؟ خسرنا. خسرت. بس لعبنا بشرف. مم. ما اعرفش بقى هنا هل في لعيبه باعت ولا ما باعتش، بس اشك، لان احنا لاخر دقيقه، لان كان بترول اسيوط ساعتها كان في احمد فكري الصغير وجايب لعيبه قويه جدا، كان مم. ساعتها لسه، ايوه، بترول اسيوط واخد كانت بالك، فرقه جامده، انا فاكر. جدا. طيب، لا ما الالومنيوم حصل. يا ما عمي، الالمونيوم. الالومنيوم، انا كنت الالمونيوم اللي لاعب كسب. الالومنيوم، اه. بترول هو اللي عرض عليا ان انا اتعادل، والالمونيوم هو هو اللي كسب هو اللي كسب. 2-0. طيب، ما حصلش بره بقى انك انت اكتشفت ان اللعيبه باعت ماتش وانت ما تعرفش؟ لا ما حصلتش دي، ما حصلتش ولا مره؟ لا خالص خالص. طب ما حصلش ولا مره وانت جاي تدرب فرقه فانت عارف ان في بعض اللعيبه او في لعيب معين بيبيع ماتشات، فانت اول لما جيت استبعدته؟ لا هي دي ما حصلتش، بس انا اتعرضت لحاجه زي كده في نادي شبين الكوم، في جمهوريه شبين الكوم. ازاي؟ كانوا بيشتروا الجماهير يعني بيأجروا بعض جماهير تشتمك من قبل ما المباراه تبدا، اوكي. حلو وحش يشتموك ويشتموا اللعيبه، مع العلم ان انا جاي، يعني كنت رايح شبين الكوم وعملنا فرقه كويسه قوي قوي، مم. بدليل ان انا لما مشيت، اسال ياسر رضوان هو اللي جه بعدي، مسك فرقه جاهزه، مم. بس للاسف كان الجماهير بتيجي عشان تشتم اللعيبه وتشتمها، مم. واخد مم. بالك. طب ليه؟ ايه مصلحتكم تخلوا احنا المفروض في التوقيت ده ننافس، اوكي. عاملين فرقه كوره محترمه، مم. واخد بالك، بدليل بقول لك ان انا بعد ما مشيت كسبوا حوالي 10 ماتشات ورا بعض. طيب. في بالمناسبه بقى عشان فكرتني، في كان معانا جاسوس في الجهاز الفني. والله. والله، ده يعني اكيد من مش ولاد انت. النادي. مش انت اللي بص جايبه. بص انا لما رحت قالوا لك لازم تاخد حد من لا كان ده مدرب حراس مرمى، وكان هم مشوه، مم. واخد بالك، فكان المدرب اللي موجود بصراحه يعني شغله كان قليل قوي، مم. يعني كمدرب حراس مرمى لا يليق في التوقيت ده بفرق جمهوريه شبين مم. او بنادي جمهوريه شبين. فانا لما شفت شغله دي امانه، انا شايف ان الاجوان مستواه ضعيف جدا وهو ما بيمرنش، مم. وهو واخد على كأن مثلا بتمرن عيال صغيره بتاعت مدرسه الكوره، مم. مش اللي هو بقى الحاجات. فالمهم ايه، من هنا لهنا كان الراجل دوت، ده كان جاي ومسك وعمل ومسافر ومش عارف ايه وجبناه، مم. اتاريه طلع جاسوس لمدير فني، كان بيهيج اللعيبه على بعضيها، مم. واخد بالك، وكان بيهيج الجهاز على بعضه لدرجه ان انا في مره مسكته كنت هضربه،
واحنا في معسكر، وكلمت ساعتها الاستاذ احمد الخشن اللي هو رئيس نادي جمهوريه شبين، وقلت له ده انا مش عايزه، اوكي. واخد بالك. فده من الحاجات السيئه، من الحاجات السيئه. يعني انت مثلا جبته وخليته يمسك واديته، مع ان كان كان ماشيينه عشان ان هو راجل اخلاقيا مش كويس. انا ما يهمنيش الا شغله بس. مين النادي اللي انت دفعت فلوس من جيبك عشان تجيب لهم لبس والفلوس دي انت ما خدتهاش؟ والله كتير يا زمان مش فاكر، بس كل مره لما احس ان النادي مش هيجيب قيمه اللعيبه اللي موجوده كنت انا اللي اتصدر واجيب، واخد بقى لا النادي بس بيدفع. في واقعة معينة. والله ما فاكر يعني في الحته دي، اصل انا جبت حاجات كتيره يعني، اه. فانا مش فاكر النادي بعينه. يعني مثلا اخر حاجه كان في نادي طنطا، جبنا، واخد بالك، وعلى مسؤوليتي وانا اللي هدفع، بس بعد كده في الاخر النادي هو اللي دفع. بس ايوه. انا دفعت جزء في الاول وما خدتوش، ايوه. وما خدتش لغايه دلوقتي شهرين ليا في نادي طنطا. يعني انا بصراحه، هو انا بقول الكلام دوت عشان بس الناس ما تفكرش ان انا عايز الفلوس او الكلام، بس انا بتكلم ان انا اشتغلت شهرين بعد هبوط الفرقه، واخد بالك، رسمي. كان هي كانت مش في، او احنا في الدوري كانت هبطانه رسمي، عشان بس الناس اللي هي كانت بتقعد تقول لك طنطا ومش طنطا وانت هبطت طنطا. انا رايح اصلا وطنطا كانت هبطانه، وكنت هتلاعب، كان فاضل لك 7 ماتشات وكنت هتلاعب منهم اهلي وزمالك. طنطا نقطة سوداء لا في تاريخ تدريبي لا لا لا, لا. خالص خالص. خالص ما هو انت بقيت، بص يا كابتن رضا، برضه كل ما بتتكلم في رأي ولا في كورة ولا في مرموش ولا الكلام ده كله يقول لك يا عم انت هتسمع له، ده مهبط طنطا. طيب صلى على النبي. عليه الصلاة والسلام. يعني هنقولها باستفاضه معاك، قول. هتستحمل؟ قول يا باشا قول. بص يا حبيبي، انا الاستاذ فايز عريبي وطنطا كانت في الدوري الممتاز وكانت هبطت رسمي، تمام. كلمني، تعالى عايز اقابلك واشوفك ونقعد مع بعض ونتكلم مع بعض. رحت، انت عارف ان الراجل ده بعزه وبحبه راجل وبقدره. محترم طبعا. على فكره ما فيش رئيس نادي من اللي اشتغلت معاهم الا وعلاقتي بيهم علاقه جيده وقويه، ومن احسن الناس اللي انا اشتغلت معاهم، تمام. من احسن الناس اللي انا اشتغلت. يعني مثلا هنمشي كده من اول سمير موسى في الزرقاء، الاستاذ سمير موسى. اه طبعا سمير راجل موسى محترم. ده راجل اساله، واخد بالك، قول له رضا بعال في التدريب ايه. تعالى بقى خش، الله يرحمه الدكتور هرماس. ناس، اه هرماس طبعا. رضوان، نادي واخد بالك. الرابرو. برضه في ناس كانت بتكره الاستاذ هرماس رضوان ده وعملوا عليكم بينا. اه كان عشان عنده مشاكل مع اتحاد الكورة لا لا لا، ده اه. من نفس المجلس اه بتاعه، اه. خلي بالك. مم. ناس في المجلس كان عايزاه يهبط. مم. فرحت للاستاذ فايز فقال لي احنا عندنا 7 ماتشات، ال7 ماتشات دولت احنا عارفين ان احنا هبطنا ليه. هم كام بونت؟ 21 بونت، لا هم 17 بونت، والثلاث ماتشات دولت بكام؟ 21 بونت، صح؟ مم. لو انت خدتهم على ال 17 تبقى كام؟ 38. واخد بالك، 21 و17 38. 38. الفرقه اللي هي المفروض توقعها ناهت 43. ده انا بكلمك لو انت كسبت كل ماتشاتك، أيوة. ومن ضمن ال7 ماتشات الاهلي. اهلي والزمالك مقاولين كان في السنه دي، الحصان الاسود، واخد بالك، المصري البورسعيدي، مم. انبي، مم. واخد بالك. الماتشين اللي هم كانوا قليلين كان اف سي مصر وكان الجونه. مم. يبقى دول ال7 ايه؟ ماتشات. فطبعا انت عايز معجزه، انت عايز يعني تكسب ال7 ماتشات دولت، وان الفرقه اللي هي مش فاكر كان حرس الحدود او مش فاكر كان حرس الحدود على ما اعتقد، كانت لازم تخسر 3 ماتشات ب9 بونت عشان انت تعديها وانت تكسب ال7 اللي فيهم اهلي وزمالك. عشان الناس اللي بتقول لك ايه ده هبط طنطا، يعني انت حتى لو كسبت ماتشاتك مش هتصعد، يعني مش هتقعد، مش هيبقى في بقاء. فالمهم ايه، قال لي احنا عارفين، ده الاستاذ فايز، عارفين ان احنا هبطنا فهمي نظمي رسمي، فاحنا
عايزين نعمل فرقه للسنه الجايه عشان نصعد تاني. مم. البهوات بقى اللي كانوا طبعا مش عايزين نغلط في حد، كانوا ماسكين، كانوا جايبين 13 لعيب اعاره يا عم اسلام. مم. 13 ايه؟ لعيب اعاره. مم. اول ما خدوا دفعاتهم بعد ماتش المقاولين بلغ فرار. 13 لعيب من ضمنهم حامد حمدان اللي هو بيلعب في بتروجيت دلوقتي، انا بقول لك بالاسماء اهو. واسمه ايه اللي لسه قايلين اسمه من شويه، اللي هو بقى والده كان لواء. أونش. محمد مجدي اونس. واخد بالك؟ الاتنين دولت كانوا مضوا سنتين لطنطا ولسه عقدهم ساري، بس دولت مع اتفقوا مع ال 13 ان هم هيمشوا. مم. بقى اصبح عندك كام لعيب مشي؟ 15 لعيب. وانت طبعا ما باليد حيله، لازم تلعب ده الكلام دوت وانت بتلعب دوري ممتاز. فلعبت انت بالناشئين اللي تحت، جبت فرقه اللي هي 18 و20 وعملت منهم كام لعيب كده وبقوا يكملوا معاك الماتشات، وكسبنا انبي. في انبي باللعيبه اللي هي الصغيره دي. مم. طبعا لما الكلام دوت احنا هبطنا 31/10، ده كان اخر ماتش. اخر ماتش فين؟ في الدوري الممتاز. 25/11 اول ماتش ليك في الممتاز به. ينفع؟ مم. لا عرفت تجيب لعيبه ولا كان فيه فلوس. والاستاذ فايز عريبي ربنا يديله الصحه جاله كورونا وقعد في البيت حوالي الشهرين اللي انا كنت فيهم دولت، وكنت بعاني مش عارفين كل ما نجيب لعيب عشان نخلص فيه. طبعا برضو نفس الكلام، كان في ناس عايزه الاستاذ فايز عريبي يقع، مم. لان عارفين طول ما الراجل ده موجود هينجح، ففي ناس تانية عايزه تركب. فلما جينا انت مخلص 31/10 اول ماتش ليك في الدوري الممتاز بيه يا عم اسلام 25/11 مم. ولا لعيب جالك. حتى كان في ايهاب سمير، كان ده برضو من الناس اللي لسه عداه ساري. وكان في لعيب اسمه اسلام، مش فاكر اسلام ايه، كان من دمنهور، كان راس حربه. واحد راح المحله والتاني راح انبي. اصبح ما عندكش لعيبه كبيره تقدر يقودوا يعني انت العيب ما فشلتش مع طنطا خالص. استنى بس، انت تمام. بقى عندك 30 ماتش. مم. 30 ماتش انت لعبت 7 ماتشات، انا لعبت 7 ماتشات، مشيت الماتش التاني او 8 ماتشات. ال8 ماتشات دولت انا ليا 7 بونت وليا ماتش مؤجل. مم. واخد بالك؟ وكان ساعتها الاول له 16 بونت لما انا مشيت. مم. لما انا ايه شيء. يعني، انت لو كسبت الزرقاء كان الزرقاء هو اللي متأجل لي، لو كسبت الزرقاء بقيت كام بونت؟ 10. مم. والاول كان 16. مم. فرق 6 بونت. فرق ده بينك وبين ايه؟ مم. الاول. انا مشيت. مم. واخد بالك؟ جابوا 5 مدربين بعد، مم. هم هبطوا، انا ذنبي؟ مم. ما انا سايبك. لو انا كسبت ماتش الزرقاء بقيت 10. طيب ازاي رضا عبد العال اللي اخره درب طنطا يقيم ويهاجم عمر مرموش؟ يا جدع اقيم اي حد، اقيم اي حد. هو عمر مرموش ده انزل؟ انا بص، مين اللي كلامه صح؟ ده مفروض الشعب المصري دلوقتي مطالب بالاعتذار ليا، كل اللي طلع هاجمني. ليه يا كابتن رضا؟ هو مين اللي صح؟ في ايه؟ انت لعبت دلوقتي، هو لعب 5 ماتشات مع المنتخب، تمام. انتاجه ايه؟ لعيب كويس. انتاجه ايه؟ في ايه؟ جاب جوان؟ بينفذ تعليمات يا مدربه. عم روح اجري. بيلعب مع جوارديولا. ماشي على عيننا وعلى راسنا. جوارديولا. يا عم انا مالي، انا بكلمك. يعني جوارديولا ده مش واخد باله من الكلام اللي بيقوله رضا عبد يا العال؟ عم انا بكلمك على هنا، انا ما بتكلمش على مستواه بره. او انا اتكلمت طيب على مستواه كابتن بره؟ رضا. انا اتكلمت على مستواه هنا من ساعه لما ما وصلناش كاس عالم ولما خسرنا نهائي افريقيا مع السنغال. تمام. انا اتكلمت في الوقت ده عليه، قلت لا يصلح، احمد مدبولي احسن منه، وبكررها. احمد يا عم مصطفى، المره دي بقى مصطفى شلبي احسن منه، لو خد هيبقى احسن منه.
تخيل بقى. لا مش هقول لا ده كده. انا لازم اكيدك وافقع مرارتك. لا طب وليه؟ لا انا بكلمك اهو مصطفى لا هو شلبي. غلط ليه انت بتكابر ما وبتعاند؟ بكبرش يا ابني، مين اللي صح؟ يعني اكيد طب هو انت بتقول لعيب كويس. كويس ولعيب مميز، لا طبعا، لان لا اكيد كويس. جوارديولا ده بيفهم ولا غلط. ده المره الوحيده اللي ثواني بس. ما لا فهمش. ثواني بس. وانا اهدى تصدق بس. بالله. ثواني بس. جوارديولا ده بيفهم ولا ما بيفهمش؟ رد عليا. لا ما بفهمش. ما تهزرش بقى. انت مالك؟ لا انا ما مش تهزر. ده. بص من ساعه لما خدوا ما بفهمش. لا ما الكلام ده يا مش ابراهيم صح. عادل احسن منه، تخيل. ماشي ابراهيم عادل لعيب كويس موهوب، لكن مش زي عمر مرموش. يا جدع اجري يا جدع، يا لا جدع ده بيروح بياخد عمر الكرة مرموش لعيب جامد بص جدا بياخد جدا فين يا عمي؟ ايه لعيب جامد قول لي جدا. جمدانه في ايه؟ اديني بقى سبب في جمدانه. ولا حاجه، كان بينافس على هداف الدوري الالماني بس، وبعد كده راح مان سيتي بس. طب الموضوع بسيط خالص. ماشي زي الفل. يعني خلينا هنا بقى. يعني جاب كام جون مع المنتخب الخمس ماتشات الاخر؟ لا هو لعيب مؤثر، هو مش لازم يجيب فين جول يعني. المؤثر؟ طب عمل كام جول؟ ثواني بس، هو مش لازم يجيب اجوال يا كابتن. امال ايه؟ طب ما نفس امال ما القصه. بجيبه ان شاء الله. ولا ثواني. بجيبه ان شاء الله عشان الكرة تقطع منه. محمد صلاح. يا جدع محمد صلاح محمد وهو صلاح كان واقف بيتهاجم برضه. يا لا سيبك. لا كان بيتهاجم لا برضه. استنى كان بيتهاجم استنى بس برضه، عشان وكان بيتقال يابا عشان ان ما هو بيلعب مع تلطش في ليفربول. الكلام. ثواني بس. عشان ما كان تلطش في ثواني الكلام. بس، كان بيلعب مع هتخش ليفربول. النار ماشي والمصحف اهدى بس. هتخش النار. ليفربول يا افضل ما عمي بيلعب مع المنتخب. يا عم ما فهمني. كل الناس بص بتقول ده اللي بيهاجم لا اللي بيهاجم صلاح هو لعيب كويس يا كابتن. مين؟ عمر مرموش. عمري ما اقنعني. بتكابر. والمصحف ما بكابر. ما بتكابر. ما يعني لما نجوم كبار كمان في المنتخب سابقين خدوا بطولات وهم لعيبه، فبيقولوا لك ما تكبر. مين ده؟ قول لي مين؟ احمد حسن يا جدع انا افهم دماغي دي. يعني احمد حسن دماغي اللي متكلفه دي اقسم بالله انا بقول لك اقسم بالله مصر خسرتني في التدريب يا جدع. احنا ما تخليناش بس الحمد لله. ما تخليناش نغلط في حد. ده فرض. بص هم يلعبوا كوره. امال ده انت كده يعني وبتقول ان مصر خسرتني في التدريب. طبعا. وانت دربت طنطا. امال لو انت خدت بطوله كنت هتعمل فينا ايه بقى؟ قول لي لو انت بتدرب وخدت بطوله كنت هتعمل فينا ايه؟ امال حسن شحاته ده هنعمل فيه ايه بقى؟ ده ما انا قلت لك يعني حسن شحاته ده واحنا ماشيين ده قلت لك ايه على الكابتن حسن شحاته؟ الكابتن حسن شحاته مسلك الاعلى. ماشي اوكي. في التدريب يعني انت لو كنت خدت بطوله كنت عملت فينا ايه؟ اذا كان حسن شحاته ده كتر خيره، ده واخد 3 بطولات وبيتعامل مع الناس عادي، واخد افضل مدرب في افريقيا وبيتعامل مع الناس عادي، واخد افضل واحد من ترتيبه التاسع فتره من الفترات على مدربي العالم وبيتعامل مع الناس عادي. لو حد قال لك ان انا بمشي على دماغي لا امال انت لو كنت خدت بطوله ايه يا عم؟ ماشي ما تمسكني فرقه فيها فلوس وامكانيات، ولو يا عمي بغض النظر كمان عن اهلي وزمالك فرقه فيها فلوس لو ما جبتش بطوله فرقه زي بيراميدز مثلا. بيراميدز وربنا ما هيسيب حاجه للاهلي والزمالك باللعيبه اللي موجوده دي، والله يا اسلام ما يسيب حاجه للاهلي والزمالك. حتى كاس الرابطه ده، شوف كاس الرابطه اللي الناس مش عارفه قيمته ده، والله العظيم ما اسيبه للاهلي والزمالك. انا جعان بطولات، يعني بيراميدز ده جعان بطولات، اللي يمسكه لازم يعرف قيمته. هو في نادي بيضخ الفلوس اللي هي بتتدخل فيه ده امكانيات؟ ده انت الحاجه قبل ما تقولها بتكون موجوده، شبيك لبيك يا عمي. ده هو عدى نادي الزمالك. امال نادي الزمالك بيقع ليه؟ عشان الفلوس. هو انت لو معاك فلوس كنادي الزمالك ونادي الاهلي هتجيب الصفقات بتاعت بيراميدز دي؟ لا، وكل واحد بيدفع له. بس هنا الجمهور مش هيسيبك. مين اللي مش هيسيبني؟ الجمهور الاهلي والزمالك. طب استنى بالعقل كده، انت في ماتش الاهلي اللي فات لولا الطرد الاهلي كان هيتعادل بامانه ربنا. لا هو بيراميدز احسن فرقه في مصر، ما حدش يقدر عليه. ما انا بقول لك اهو، لولا الطرد اللي في الدقيقه 17 ده وهم كسبانين 1-0 كانت ممكن النتيجه تزيد. طيب انا عايز اسالك سؤال بجد بقى، ان بيراميدز لو الاهلي ما انسحبش قدام الزمالك وكسب الزمالك، مين اللي كان هياخد الدوري، الاهلي ولا بيراميدز؟
بص كان هيبقى بكلمك الفرق فني. فني. لا بيراميدز. طيب لا انما مش فني. لا ما هو انت السنه اللي فاتت هو الاهلي كان يستاهل دوري. بس الاهلي عنده جمهور وعنده قوه. ما كانوا نفعوه. ماشي، ما هو اسمع نفعوه. بس، لا معلش، انا كسبانك. انا كسبانك في وسط 60,000 متفرج، صح؟ وكسبانك وجايب جونين، تمام. وانت ما وصلتش وكان فاضل حوالي 10 دقايق، صح؟ صح. في ال10 دقايق دولت انت بخطأ تحكيمي رجعت للمباراة. منتظر ايه بقى من الجماهير؟ لا بس بكلمك السنه دي اشرف بن شرقي، جراديشار، كل دولت معاهم مدرب قليل قوي. كولر. طبعا. هو كولر يعني لو قاد الاهلي في كاس العالم للانديه او بص، الطياره اللي وديته ما ترجعهم تاني. فعلا. ايوه يا عم. امال مين يا عم انت مش قادر على لعيبه في الدوري المصري. طيب مين بالفرقه دي اللي يقود الاهلي في كاس العالم للانديه من وجهه نظرك؟ فايلر. فايلر طبعا. مم. قولا واحدا ده مدرب، ده الوحيد طب قول اللي لي مدرب ينفع يجي ويدرب الاهلي. فايلر رافض. ما ايوه رافض عشان اللي هو حصل ماشي، هو معاه. مش عايز يدرب ماشي. ماشي. لا في مدربين، بس انا على يعني من اللي مروا على الدوري المصري اجانب، في اهلي، في زمالك، في بيراميدز. ما فيش مدرب تقيل غير الراجل ده بصراحه. فايلر. طبعا طبعا، وكان قبليه جوزيه. بس جوزيه كان ساعتها معاه لعيبه. فيريرا غير مين؟ اللي كان بيدرب الزمالك اللي يا كان عم بيهم خلاص اتنين دوري. بقى. جوميز، انا بقول لك لا اسماء جوميز، يعني. لا جوميز قليل قوي. يوروشيتش اللي موجود دلوقتي. ولا ده كمان، ده لو يعرف قيمتهم كان زمانه دلوقتي فرق 9 بونت على الأهلي، غير اللي هو اتخصم منهم. ده طبيعي. خسر ماتش من المصري وتعادل ماتشين ولا مش عارف 3 مع مين. لا بقى هو ده بقى اللي هو في نعمة مش عارف قيمتها، هو وكولر. يعني انت عارف دول بعد ما يمشوا مش هتشوفهم تاني. كابتن رضا، يعني قرار اللجنة الأولمبية كنت متوقعه، اللي هو طبعا برفض شكوى الأهلي واعتبره مغلوب قدام الزمالك 3-0 وخصم منه 3 نقاط. يعني كنت متفاجئ بالقرار، كنت متوقعه ولا لا؟ طبعا قولا واحدا متوقعه، لان في خبراء طلعوا وقالوا ان اللجنه الاولمبيه مش جايه اختصاص. فانت لازم تسمع، سيبك بقى من الناس اللي هي ايه عايزه تسمع حاجه ليها هي، يعني حاجه تخصها وتبقى في مصلحتها هي، اللي هو عايزين الماتش يتعاد امتى يتعاد والكلام. ايوه. فاحنا دلوقتي ماشيين على قوانين ولوائح. اللوائح دي السنه اللي فاتت لما الزمالك انسحب بالعقل كده، الزمالك لما انسحب اتطبق عليه ولا ما اتطبقش؟ طبق. طيب نفس الكلام الاهلي انسحب السنه دي، يتطبق عليه ولا ما يتطبقش؟ طبق. بس هي انت عارف ايه حته اللي هي الانا، الكبرياء. بالظبط كده، والغرور، وان احنا وصلنا مش لمرحله. غرور، هي كبرياء. لا ده غرور. جاي من تاريخ الاهلي الكبير. لا ماشي، هي بص القرار ده بالذات يا اسلام سيبك، هو تمام. طبعا النادي الاهلي كبير وكبرياءه كبير ومحدش قال، بس القرار ده يعني مش مدروس خالص. تمام. وفي حته اللي انا اهو ماشي. ها. انت فاهمني، فكان لازم يبقى في موقف، لان لو رجعنا من البدايه الرابطه عملت القرعه يوم الخميس، تمام. ونادي الزمالك اكتر نادي هيتضرر لان هيلعب الجمعه. اوكي. وهيلعب بعديها ب3 ايام ماتش الاهلي. فمش هيبقى في راحه. واخد بال حضرتك، النادي الاهلي اخر ماتش لعبه امتى؟ يوم الاربع. اوكي. يعني في كل الاحوال النادي الاهلي المستفيد. نفسي اعرف مين اللي خد القرار الجهنمي ده بجد. يعني انت لو قعدت كده يا اسلام، او هو اللي خد القرار ده قعد وفكر، الاهلي لعب يوم الاربع، الزمالك هيلعب يوم الجمعه وهيلعب يوم الثلاث، يبقى اعمل فلاش باك وارجع للسوبر المصري لما الاهلي والزمالك لعبوا في السوبر المصري. الزمالك لاعب بيراميدز الساعه 4:30 واخد بالك، والاهلي لعب الساعه 8:30. اوكي. بعديها ب3 ايام الاثنين قابلوا بعض. ارجع
للماتش تاني كده وشوف الشوط الاولاني لعيبه نادي الزمالك كانت بتجري ازاي في الملعب، فراخ دايخه، فراخ دايخه. واللي كان بيحكم مين؟ طقم تحكيم مصري. فاكر ولا مش فاكر؟ فاكر. امين عمر، فاكرين؟ يعني اذا ان القرار متاخد ان الاهلي عمره ما هيحتج على حته الحكام المصريين. برضه ادي دي نقطه في صالح النادي الاهلي، دي ما اتحطتش في الحسبان ليه؟ تالت حاجه واللي هي الاهم، ان في لعيبه مصابه ويوم التشكيل كانوا قاعدين دكه، ما لغايه اخر لحظه قبل الماتش بساعه كله عارف ان الاهلي هيجي. حد كان متوقع ان الاهلي ينسحب؟ لا. عمر ما حد تيجي في دماغه ان النادي الاهلي مش هيروح. فلما اتحط التشكيل قبلها بساعه عبد الله السعيد بره قعد على الدكه، صح؟ عشان ايه؟ مصاب. خالد الغندور طلع تاني يوم وقال لك كان بنتايك واخد حقنه في العضله الخلفيه عشان كان عنده شد. حصل. وعندك ناصر منسي مش موجود، فدي فرصه ان انا هقابل نادي الزمالك وقوه من القوه بتاعته عبد الله السعيد وناصر مش موجودين، واخد بالك؟ فانا بقول لك قرار ما عداش على حد خالص. يعني ازاي ما تفكروش في حاجه زي كده؟ الزمالك جاي لك مرهق ولاعب يوم الجمعه، وانت هتلاعبه بكل قوتك وبقالك اسبوع مريح بحكام مصريين، واخد بالك؟ وعنده اصابات، يبقى انت خايف بقى. ملهاش تفسير غير كده، انك تتحجي وتقول حكام اجانب ويوم الماتش تنسحب. طب انت عندك كان الخميس والجمعه والسبت والحد والاثنين، ولما انت يوم الثلاث الساعه 4 خدت قرار، عرفنا ان سياده الوزير راح واجتمع وعشان يحل المشكله راح جاب طقم من السعوديه. حصل. لو انت بقى قلت بدري يوم، مش كان جه احسن طقم من السعوديه وكان جه بدري وكانت المباراه اتلعبت؟ وهو ده الكلام اللي قالته اللجنه الاولمبيه، ان كمان الوقت واتحاد الكره رد بيه طب ان انا ليا الوقت سؤال هنا، مش كافي يعني. انا ليا سؤال هنا. طب تمام. لما انت من البدايه يا لجنه اولمبيه عارفه الكلام ده، ليه قبلت الشكوى؟ لا، هو من حقه ان هو لا. ينظر فيها. لا بص. لا، اللجنه الاولمبيه لازم تنظر فيها ولازم تسمع. لا وهي قالت في البيان بتاع حضرتك لو قريته، ماليش قالت دعوه. ان هم من حقهم ان هم ينظروا في الشكوى، وفي نفس الوقت هم كانوا بيشوفوا المستندات فلقوا ان الاهلي فين المستندات؟ ما هو لقوا ان الاهلي ما قدمش طلب رسمي. طيب يعني اذا من ولقوا ان اتحاد البدايه الكوره يا اسلام اللي انا اعرفه واللي انت تعرفه واللي الناس اللي فاهمه كلها تعرفه، ان اللجنه الاولمبيه مش ذو اختصاص. لا، هم قالوا في لا اختصاص. سيبك انت، قال بص ماشي. اصل الضغوط. لا هم لا، ما لهاش علاقه بالضغوط. هم قالوا ببيان رسمي، طالما قالوا ببيان رسمي لازم هحترم البيان الرسمي. طيب خليني بقى اروح لحته تانية حضرتك قلتها وحاجه مهمه جدا. هل الجيل الحالي في الزمالك بقى بيمثل مشكله، مش عايز اقول عقده، لا عقد. للاهلي عقد. في التوقيت الحالي؟ عقد. انت عارف ليه؟ لانهم 5 ماتشات 4 وماتش الكاس خامس اللي الجون من الاوفسايد بتاع امام عاشور. ايوه، هو الكلام ده مش يقلل لا من انا الزمالك. بكلمك، لا انا بكلمك على الكلام ده، ما هو طبيعي ان الاهلي ما يعرفش يكسب الزمالك، وطبيعي ان الزمالك ما يعرفش حبيبي. يكسب الكلام ده الأهلي. لما انا اكون واقف احنا الاثنين ند بند. الكلام اللي احنا كنا بنقوله وقلناه قبل كده وقلناه في الحلقه معاك، ان لما بيبقى الزمالك واقف على رجله شويه او الاهلي واقف على رجله يبقى 50-50. بس انت عندك المشاكل دي كلها يا اسلام، عندك لعيبه بره السكور، عندك من احسن اللعيبه اللي موجوده في مصر اللي جه في تاريخ مصر في الحته دي قاعد على الدكه. لو عبد الله السعيد. هتكسب امتى؟ ياه، جمله مهمه قوي. عبد الله السعيد من احسن اللعيبه في تاريخ مصر. في الحته دي فعلا. ما انت بص، سيبك من كلام انت عارف ان لا، بناء على ايه؟ لا معاييرك ايه؟ البطولات اللي خدها مع الاهلي والزمالك ومنتخب مصر وكل الحاجات دي هو عنده كام سنه؟
عنده 40. طيب مين عنده 40 سنه لعب لغايه دلوقتي في الحته دي؟ انا ما بكلمكش بقى على شيكابالا، ما بكلمكش على مش عارف عصام الحضري. يعني عبد الله السعيد يتصنف مين من في الحته؟ افضل اللعيبه في حازم تاريخ امام، مصر. حازم امام افضل لعيب شفناه في الحته دي. مم. بطل عنده كام سنه؟ حازم 32 او 33. ماشي 32. مم. الفرق كام؟ 8 سنين اهو مم. بينه وبين عبد الله، مم. واخد بالك؟ وعبد الله حظه. بس طريقه اداء عبد الله غير يا عم غير لا، انا حازم. بكلمك على الحته دي، مم. على مم. الحته دي. اللي هي أع- تحت راس الحرب. اللي هو صانع الالعاب، ايوه صنع واخد الالعاب. بالك؟ اكتر واحد عمر في الحته دي لعب كام سنه؟ 33 33 سنه. بالظبط. انما يلعب لغايه 40 سنه، مم. يبقى في حاجه مش طبيعيه، مم. يبقى الراجل ده محترف بجد. سيبك بقى من الكلام، انا بقول لك في ساعات عبد الله السعيد بيجنني، وفي ساعات ما، لان هو مش لعيب مهاري اللي هو مم. زي حازم امام في الحته دي، زي رضا عبد العال في الحته دي، زي صبري في الحته دي، مم. واخد بالك؟ زي مثلا حماده الرومي. مم. حماده الرومي ده برضو كان حماده طبعا عبد كلام اللطيف، جامد جدا. واخد بالك؟ مع ان هم كان ما بيلعبوش في الحته دي، خلي بالك. ايوه ايوه. ده احنا كنا كان حماده بيلعب هاف رايت، بالظبط. انما في الحته دي هو ميزته كلها ان الفرقه كلها تدور عليه في الحته دي عشان تديله كوره. انما حماده كنت لازم تروح ناحيه الرايت عشان تديله كوره، انما دوت كان يعني في قلب الملعب، في السره بتاعت الملعب زي ما بيقولوا. فلما ما يكونش موجود، ما ترجع للكام ماتش الاخر بتوع الاهلي والزمالك، شوف اداء عبد الله في بطء، واخد بالك؟ بس في ماتشات الاهلي والزمالك عايزه التأني في الباص، التأني والوقوف على الكوره، وامتى باصي وامتى ما باصيش، وامتى اخد فاول، وامتى اجري بالكوره، وامتى باص الكوره، وامتى احط الكوره لقدام، وامتى العبها على الجناب. فمعلم بيعرف يلعب بالكلام ده مع فرقه النادي الاهلي. ليه؟ لان فرقه النادي الاهلي بدون قفشه ما بيلعبوش كوره، كله ايه لا هوب يلا يا رجاله، ايه اضغط اضغط ايه. طب لما بيمسكوا الكوره تبقى فرقه قليله. فما فيش صانع الالعاب اللي هو بيتحكم في الاداء. عشان كده دايما بقول لك ايه، ان لازم قفشه يلعب. والغلطه الكبيره للنادي الاهلي ان هم يسيبوا واحد زي احمد القندوسي ده يا اسلام. احمد القندوسي ده من احسن اللعيبه اللي جت في الحته دي. عبد الله السعيد ولا ابو تريكه؟ ده حاجه وده حاجه. لا اختار واحد. انا بالنسبه لي ابو تريكه طبعا. ابو تريكه. طبعا. ابو تريكه ولا حازم امام؟ حازم امام في الحرفنه. حازم امام في الحرفنه. طبعا. حازم امام لو انت سالته وقول له الكره هتعمل ايه، مش هيعرف يقول لك انا هعمل بيها ايه. هي دي الموهبه. كان في حد من اللعيبه بيتكلم من المدافعين يعني، ان كان بيقول لك صعوبه حازم امام ان كان يبقى 3 4 لعيبه حواليه من المنافس وما تعرفش تاخد منه الكوره. ايوه، هو مش عارف هيعمل ايه، بس هو هيعمل كده، هيخلق مساحه له انه يعدي منه. حازم امام ولا الكاس؟ لا حازم امام. حازم امام. بص الكاس زي ابو تريكه ايجابي اكتر، على انما المرمى. مهاريا لا حازم امام. حازم امام ولا شيكابالا؟ لا دي حاجه بقى وده حاجه يعني. انا بتكلم في الحرفنه. لا في في الحرفنه المهاره. حازم. حازم. حازم تحكمه في الكوره اكتر من شيكابالا. اختار لي احرف 5 لعيبه من وجهه نظرك من غير رضا عبد العال. لا ما هو رضا بعال مش ده ماشي. في اكتر من 5. لا انا عشان عايز، لا هي صعوبتها طب ما بالخمسة. نخليها 10 ونطير. ماشي. قول لي يعني 10. نخليها 10 قول لي ونطير. 10. اختار لي افضل 10 لعيبه حريفه من وجهه نظرك. حماده الرومي. تمام. حماده عبد اللطيف. تمام. حازم امام. مم. مش بالترتيب بس ايوه انا بقول لك. ماشي. عبد الستار. عبد الستار. محمد صبري. محمد صبري. الخطيب. خطيب. لو احنا كام واحد كده؟ احنا ده السابع. ابو تريكه. مم. انا قلت وليد صلاح. لا وليد 8. عبد الجليل. عبد الجليل 9. احمد فاروق بتاع البلديه. احمد فاروق. كده 10. احمد العجوز. يا نهار اسود. ماشي كده 11.
اختار لي 5 من 11. لا صعب، لا والله صعب. لا والله سهل. طب خلاص اختارهم انت. لا انت اللي اختارهم انت، تختار. الكاميرا قصادك لا اهو. لا انت اللي تختار. انا ما اختارش، لان بص، كل دولت كل واحد له ميزه عن التاني، طيب كلهم ماشي حريفه مش واحنا من بعض. بس انا لو قلت الخمسه يبقى انا بظلم السته التانيين. ماشي، بس لازم هتختار 5. لا صعب. لا انا بقول لك صعب والله. لا والله سهل. طب قول انت الخمسه، طب قول لي وانا اقول الخمسه بعديك. طيب الخطيب، او ماشي. حازم امام، 2. انت عبد الستار صبري، 3. حمد عبد اللطيف، 4. حماده الرومي. حمد الرومي. 5. طب ادي 5. شيكابالا. لا انا وليد ما اجيبش. صلاح. لا ما تظلمش، بص اصل دولت كل واحد. يعني انا هاخد شيكابالا الخامس مكان حمد الرومي. ده انا عندي رقم 2 بعد الخطيب حماده الرومي. انت ما شفتوش بقى لا شفته. يا جدع؟ والمصحف كان بيمرمط التخين. ايوه ماشي، ما انا عارف لعيب جامد جدا. ده كان بيعمل كده. ماشي. لا يا لا راجل، بس لا 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 لا. بس مش حازم امام. لا ده اسرع من حازم امام. حازم امام كرة في رجل ده بقى، وهو بيجري بالكرة كمان، دي الميزة. دي الميزة اللي هو مش وانا واقف يعني. ممكن تقول حماده عبد اللطيف وحازم امام قريبين من بعض، بس حازم يبقى اعلى شويه. هو فعلا لعيبه الاهلي وانتوا بتلعبوا كانوا بيخافوا يدخلوا على حماد عبد اللطيف. الفتره اللي انا كنت فيها اه اه فعلا. لاحظ كده، قبل الكرة ما تجيله هتلاقيه واقف معاه مان تو مان، اول ما يستلم الكرة تلاقيه بيرجع لورا. هو فعلا الحاوي بجد. طبعا. هو حماد عبد اللطيف. وهو ده اللي كان بيقعدك احتياطي. عمري ما قعدت احتياطي له. امال ايه؟ انا اول ما جيت لعبت على طول. انا لعبت ماتش بص، اول ماتش كان لينا في اول ما جيت من النيل الادويه، واخد بالك؟ كان اول ماتش لينا ماتش كوتوكو اللي كان هنا في الاستاد. انا ما كنتش مقيد افريقيا. تاني ماتش كنا هنلاعب اول ماتش بقى في الدوري لينا كنا هنلاعب الاتحاد فين؟ في اسكندريه. انا كنت احتياطي. ليه؟ لان بعدها ب3-4 ايام الفرقه هتسافر كوتوكو. فبركر كان عايز يشوف اللعيبه اللي هتلعب الماتش التاني هناك. ماشي اوكي. بس كان حاططنا احتياطي. خسرنا الماتش دوت 1-0. وسافر بعثة الزمالك بقى، مش معاهم، سافروا على فين؟ كوتوكو. خسرنا واقلوه من هناك وهو في الطياره. جابوا الكابتن عصام. من اول ما الكابتن عصام ده جه بعد ماتش الخمسة. هي دي كانت مؤامرة. ما الله اعلم. لا والله العظيم ما اعرف. بص اصل انا ما كنتش معاهم هناك. مش لازم تبقى معاهم علشان تبقى والله عارف إنها العظيم ما اعرف مؤامرة ولا حاجه. مش مؤامرة. ما تقعدش تبربش لي في عينيك وتعمل ما نفسك ثواني بس. ان انت إيه بس؟ الجن ابن العفريت. تاني ماتش خسارة الزمالك من هناك كوتوكو 5-1 كانت مؤامرة من اللعيبة عشان يمشوا المدرب. والله العظيم ما اعرف. انت عارف، لو اعرف هقول لك. انت عارف ان انا مش هخاف ولا هتكسف ولا، لان انا ما كنتش معاهم، ما اعرفش الاجواء ايه اللي حصل هناك، واخد بالك؟ سيبك من الكلام اللي فيه لعيبه طلعت وقعدت تقول لك كان فيهم كل ده كده، لان انت في الاول وفي الاخر زمالك او اهلي عمره ما بيرضى بالخساره حتى لو انا مختلف معاك. سيبك من بس الكلام. غريبة ان الزمالك طب انت وقتها في الجيل ده يتغلب 5 من اي فرقة. انا معاك. شفت الاهداف؟ لا فيها جون شفتها باين مرة واحدة. لا ارجع بص عليها. مفيش جون تقول ان مثلا ايه الديفنس تواطأ او ان في حارس المرمى كابتن عادل مأمور تواطأ. مفيش الكلام ده تك تك. طب اقول لك على حاجه. طب ما انت الاهلي خسر من صن داونز مرتين 5 في مؤامره. لا اسمع بس. لا اسمع. ما دي زي حاجه ودي حاجه حبيب قلبي. بص انا لسه بقول لك صن داونز كانت اقوى فرقه في افريقيا في ما اختلفتش، بس برضو والاهلي ما كانش في حالته وكان بيلعب الساعه 3. مش ماتشين. ماشي لان صن داونز كان جامد جدا وقتها. برضو الاهلي ما يخسرش 5، يخسر 1 2 لا 3 عادي. لا عادي لا خلي بالك. اللعيبه عاديه. طب اسمع بس.
انت كنت لسه صغير بقى. لا اسمع كوتوكو انت كان عندك كام سنه لا ثواني وكوتوكو؟ بس، لا اهدى بس. انت كان عندك 12 سنه. لا الجيل بتاع ماشي اوكي، بس الجيل بتاع الزمالك في التوقيت ده ما يخسرش 5. طب ما كوتوكو كان. يعني هقول لك على حاجه، الجيل ده من اقوى الاجيال اللي جت في تاريخ الزمالك، لا ما لا تخسرش 5 ابدا. لا يا حبيبي، كوتوكو كان في الوقت ده اقوى فرقه في افريقيا. اسال النادي الاهلي في التوقيت ده، كانوا بيكسبوا الاهلي وبيكسبوا الزمالك. ايه بس ما كسبش الاهلي 5. ماشي، ما هو انت بقى في ظروف زي ماتش سان داونز مرتين 5. ما ينفعش الاهلي يخسر 5 حتى لو هو راح بناشئين. يعني لو رايح بناشئين ما خسرش 5. ما تقوليش برضو الساعه 3 الظهر كان كله بيلعب. طب ما هم كانوا لاعبين الساعه 3 الظهر. تمام. كابتن رضا، زيزو يكمل مع الزمالك ولا يحترف بره، ولا يروح عنده عرض من الاهلي او في محاولات مع الاهلي؟ الافضل ليه ايه؟ الزمالك طبعا. الزمالك ليه؟ انصحه نصيحه يعني لوجه الله، لوجه الله يعني. هو زيزو دلوقتي مش نجم مصر وكان هياخد احسن لعيب في افريقيا. طيب لو راح النادي الاهلي هيبقى ياخد فلوس وشعبيه اكتر. بس هات لي لعيب من اللي ساب نادي الزمالك وراح النادي الاهلي شغال في النادي. قول لي لعيب. يعني كل اللي راحوا من الزمالك للاهلي خدوا الفتره بتاعت اللعب وبس. بس خلاص كده. كلت عندكم؟ لا ما عندناش. السلام عليكم. انما حد يعني مثلا اقول لك على حاجه. اسمها ايه؟ دخلت عندكم؟ لا ما جاتش. طب سلام عليكم. مش انت بتروح تسال على كلتك يقولوا لك لا ما جاتش او مشينا، قلت لهم ايه انا هقعد؟ قلت لهم سلام عليكم وتمشي. فكل اللي مشي من نادي الزمالك وراح هناك ملوش اكل عيش في النادي الاهلي. وخلي بالك وان فتره واول ما يجي نجم جديد خلاص ده بيتداس عليه. شوف زيزو دلوقتي اللي هم هيموتوا عليه والكلام ده بلاش. امام عاشور اول ما جه بن شرقي مش تحس كده ان الدنيا هديت شويه؟ وكله دلوقتي بيقول ايه؟ بن شرقي. زيزو هيروح هينسوا بن شرقي وهينسوا امام عاشور وزي قبلهم كهربا، واخد بالك؟ وبعد كده يفكروا. جربت انت لما رحت؟ طبعا ودي بتبقى مقصوده، خلي بالك. ليه بقى؟ لان انا اول 3 سنين هناك يقول لك اللي جاب الدوري للاهلي رضا عبد العال، فدي بتتعبهم قوي ولغايه دلوقتي تعبان فعلا. طبعا. يقول لك هو عمل ايه غير جون شبيه؟ ماتشر الاسماعيلي 4-3 اللي كان مصر كلها مع النادي الاسماعيلي، لدرجه ان كان بيتكتب في ال3 جرايد الرسميه الاعصار البرتقالي سيدق حصون النادي الاهلي او الشياطين، في جرايد كتبت كده، واخد بالك؟ فالماتش دوت خلص 4-3. وليد صلاح عمل جونين وانا عملت جونين. مش ده اول بطوله ليا دوري من 89 ل 94؟ مش قعدت 5 سنين فيه؟ هنقول في سنه ما تلعبش في الدوري ب4 سنين، صح كده؟ اللي هو اتلغى عشان كاس العالم. مش في دوري اتلغى عشان كاس العالم؟ ايوه 90. واخد بالك؟ فهنقول 4 سنين. طيب اول سنه رضا عبد العال يروحها، وطبعا مش هنخفز حق الناس اللي جت معايا، واخد بالك؟ انت في المباراه اللي هي الفاصله دي اللي هي يكسب ياخد الدوري، انا كانت ليا بصمه ولا ماليش بصمه؟ اخر جونين ده غير بقى، سيبك من الجونين، شفت له المباراه انا عمال اعمل سروهات انفرادات لمين؟ ايمن شوقي وفيليكس وعادل عبد الرحمن وياسر. ورغم ده كله بيتنسي. ما هو انت ليه بقى؟ عشان انت مش ابنهم. يعني مثلا ايه؟ ينصر ابو تريكه وما ينصروش واحد جاي من الزمالك. يبقى هو ده سر انتقادك للاهلي على طول. والله العظيم ابدا. وهجومك على الاهلي على طول. والله العظيم وحياة ان الشهر الكريم ده. اسمع ما بقى. خلوكش او ما اعتمدوش عليك بعد كده. لا يا حبيبي استنى بس. طب انا اقول لك على واقعة اسوأ من كل ده. انا لما جيت اخر سنة خلاص في عقدي وقال لك مش هنجدد لك تاني، جيت سبل قعد معايا هو والحاج محمد عبواب،
حيا يرزق ومحسن طنطاوي، الحاج محسن طنطاوي، مش دولت موجودين؟ اسالهم. الراجل قال لهم انا عايز الراجل ده ما يمشيش. صابر. وخلي بالك في التوقيت ده كان المدرب يختار 10 لعيبه وال15 لعيب بيختارها المجلس. يعني في 10 لعيبه الراجل يقول لك انا عايز دول القوام الاساسي بتوعي ويبلغ ويمشي يطلع الاجازه بتاعته، لان طبعا كنا بناخد اجازه بعد الدوري والكاس. ايوه. فانا كان جاي لي عقد من الامارات. مين اللي جايب لي العقد ده؟ كابتن احمد شوبير. وهو عندك حيا يرزق. وكان ساعتها هو هيروح يذيع ماتشات كاس العالم، عايز يخلص القصه قبل ما يمشي. فبقى يكلمني كل يوم لدرجه ان خلى واحد كان بيتواصل معايا اللي هو كان في الزمالك ومشي الفتره الاخيره دي، اللي كانوا جايبينه مدير تعاقدات او حاجه، كان اسمه وهبه. عمرو وهبه. يساله. واخد بالك؟ فالمهم قال لك لا انسى العقد ده. مين؟ سوبل. لان انا لما كلمته قلت له لا ده انا جاي لي عقد والكلام دوت. قال لي لا انسى العقد، انت معايا السنه الجايه. اوكي. بدليل ان هو عمل لي برنامج انا ووليد صلاح الدين وسامي قمصان قبل ما الدوري ينتهي. عمل لي برنامج، عمل لنا احنا الثلاثه برنامج اللي هو يرفع، لان طبعا النغمه لازم ترفع من اللياقه، ولان لياقتهم ناقصه والاونطه دي. سامي قمصان كان لسه صغير ما تحملش البرنامج، رجليه شدت ولا ما اعرفش جاله تمزق. نفس الكلام وليد صلاح، وهم كانوا اصغر مني بكتير وانا اللي كملت معاه البرنامج للاخر. ده غير ان في التمارين كان بيخلينا نشوط فاولات على اي حد. اوكي. وكان في الماتشات مره نزلني في ماتش المنيا عشان اشوط الفاول، حسام حسن شاطه قبل ما ننزل، وبعديها جت فاول تاني شطها، جت في العارضه وجت في ايد الراجل وما دخلتش. تاخد بالك؟ فالراجل كان مقتنع بامكانياتي تماما. وكان بيقول لي كده، يقول لي ان انا عايزك نص ساعه تنزل تقلب لي الدنيا. وكان هيأيدني في السنه دي على كده. واخد بالك؟ فانا لما جالي العرض ده وشوبير اللي جايبه وانا رفضته، اول ما رفضت العقد وقلت خلاص ان انا قاعد في النادي الاهلي، تاني يوم اتفاجئت ان انا خارج قائمه النادي الاهلي فعلا. والله العظيم، اللي هو اول يوم في انطلاقه كاس العالم. مين اللي شايلك بقى؟ الله اعلم، بساله. طب ما انا مثلا يعني ايوه بس انت اكيد عرفت مين اللي شايلك والله بقى. العظيم ما اعرف لغايه اللحظه دي والله. بس خلي بالك انا بقول لك وربنا شاهد اهو، احنا في ايام مباركه. انا لما كنت جاي النادي الاهلي تحديدا، في واحد قال لي هجيب لك فلوس من الزمالك. هو الموضوع ما كانش فلوس بيني وبين الزمالك. أيوة الموضوع ماشي. كان مجله. تمام. وانا قلت لك الكلام دوت وقلته قبل أيوة كده 100 مره. معروف. طبعا. لان ناس ذبحوك وقالوا كل الحاجات اللي مفروض اللي فيك واللي مش فيك. ينفع ان انت تتعامل معاهم تاني عشان الفلوس؟ لا طبعا. واخد بالك؟ فرفضت. فجي اللي هو في الوقت دوت مسؤول في النادي الاهلي وقال لي انا مش عايزك في النادي الاهلي. قال لي كده، مش مهم بقى. لا مين ده للتاريخ؟ كابتن حسن حمدي. فعلا. والله العظيم قعد معايا على المدخل بتاع الممر اللي بيدخلك على، وانا ما كنتش لسه جيت النادي الاهلي. واخد بالك؟ فقلت له يعني، هو بيقول لي هجيب لك، خلاص بقى احنا داخلين نمضي بقى وخلاص والدنيا زي الفل وخلاص. وكابتن صالح قال لك ادى تزكيه وفرمان ان انا اجي. في صوت في الوقت ده يعلى على صوت صالح سليم؟ لا. فده قعد جابني كده وقال لي بص، يعني الاول جابها لي عن طريقه ان انت فرصتك هتبقى قليله هنا. ليه يا كابتن؟ قال لي وليد صلاح. قلت له وليد ما بيلعبش في حتتي. قال لي طب عبد الجليل. قلت له ما بيلعبش في حتتي. قال لي طب اجيب لك فلوس اكتر وترجع نادي الزمالك تاني. قلت له لو انا ما مضيتش للنادي الاهلي، خلي بالك ان انا كنت رايح اصلا الرائد السعودي. والله يرحمه الكابتن مدحت فقوسه
والكابتن جمال عبد الحميد. انا بقول لك ناس موجوده اهو وناس ربنا افتكرها. يعني كابتن جمال موجود، كنت انا هروح العب سنه وهو يلعب سنه في الرائد السعودي مع كابتن مدحت فقوس، وكانوا مخلصين معانا في ماتش تكريم جمال عبد الحميد. وقبليها كان بيتصلوا بيا في البيت، واخد بالك، كان تليفونات ارضي، بيتصل بيا ترانك يجي احنا الدنيا هنبعت لك التذاكر، طب استنوا شويه لان كنا في اخر الموسم. كان ماتش جمال عبد الحميد اتلعب واحنا كنا في الدوري ساعتها، الدوري كان شغال، واخد بالك. فانا ما كنت هروح الرائد السعودي، بس في ناس قالت لي لا، وكنت عايز اخرج بره بيني وبينك، ما كنتش عايز العب في مصر تاني. قلت هلعب سنتين بره، كنت انا لسه متجوز أأمن مستقبلي، وطبعا كنت هاخد المدام معايا وهنروح نحج ونعمل عمره، وهاخد ابويا واخد بس الناس لعبت في دماغي، ولازم تقعد هنا ولازم ترد كرامتك، انت كرامتك التاني. مين بقى اللي لعب في ناس هنا، ناس في مين؟ النادي الاهلي، كان حازم الهواري وناس كتيره يعني. بس حازم الهواري يعني تصدر في حته الفلوس، ان هيدفع الفلوس. بس في ناس تانية بقى كانت بتكلمني والنادي الاهلي احسن، وهتروح بره تعمل ايه، الناس دي اهانتك فلازم فجي ترد. كابتن حسن حمدي قال لك انا مش عايزك في الاهلي لا، قبل ما تدخل هو ما الأهلي. جابهاليش كده، بس ماشي. جابها لي ان الاول ايه، فرصتك هتبقى ضعيفه في عبد الجليل وفي وليد صلاح وفي وكان عايز يرجعك الزمن. وقال لي هجيب لك فلوس اكتر من اللي انت هتاخدها. فعلا. والله العظيم انا بقى دي اول انا مره هحلف انت. كده، لا اصل يعني اول مره انا اسمع ان واول حسن مره اقولها مهم. والله العظيم زي ما بقول لك. وهو بيقولها لي كان متضايق قوي ان انا داخل امضي واخلص في النادي الاهلي. ليه بقى؟ ما ايه هو السبب؟ ما هو السبب ده بقى موقف بيني وبين نادي الزمالك، ان الناس دي اهنتني. انا لو خرجت بره ايه انا برد. السبب ان خلى حسن حمدي لا ما ما اعرفش. ما قالكش هيقول لي ايه ده؟ انت رضا عبد العال وانت نجم النجوم اللي وقتها قاله لي واي حد يتمناك؟ اللي قال لي الكلام ده الكابتن طارق سليم الله يرحمه والكابتن عبد الوهاب سليم في الاوضه بقى بعد ما دخلت. قالوا لك ايه؟ قالوا لي انت احسن لعيب كوره موجود في مصر، واحنا طب انت حكيت قصة حسن حمدي دي لحد وقتها؟ اول مره اقولها. لا انا بتكلم وقت ما كنت بتلعب. لا 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 ما رحتش قلت الكابتن طارق سليم بقول لك لا لا خالص خلاص، انت سمعت من هنا فوت من هنا. بس خلي بالك ان في دايما ناس بتبقى عايزه، ما بتحبش الراجل اللي هو رقم واحد، عايزين هم يبقى دايما اللي. طب بناء على كلامك ده هل انا اقدر اقول ان اللي شالك من القايمة واستبعدك اكيد هو كابتن حسن حمدي اكيد. فعلا؟ اصل ده مش بقول لك الراجل الفني حاططني وقال لي ما تروحش الامارات. مين اللي شالني؟ اوكي. والكابتن ساعتها كان صالح الله يرحمه، كان ساعتها تعبان في بره. اذا انت بتأكد. خلي بالك اقول لك على نقطه بس، انت عارف ان في لعيبه لما بتوصل ال30 بيجددوا لهم سنه بسنه. انا بعد ما كملت ال3 سنين في النادي الاهلي ما كنتش عايز اكمل في النادي الاهلي، والكابتن صالح عرف الكلام ده، والمهندس عادل القيعي، بس هو ما كانش قاعد معانا، هو اللي كان يعني خد الميعاد وخلاني قابلت الكابتن صالح في الشركه عنده. فهو لما كلمني انا بصراحه بعد ال3 سنين ما ارتحتش، كنت عايز امشي. فين بقى والله العظيم، ولا راجع الزمالك تاني ولا، بس كنت عايز امشي لان الموضوع كان فيه بوادر خنقه. كنت بدات في السنه الاخيره دي بقى ما العبش وبقعد وانا في احسن حالاتي، ما العبش اغير وانا في احسن حالاتي، انت واخد بالك. كانت بتعليمات ما اعرفش بقى، الله اعلم، واخد بالك في دي انا ما اعرفش. فالكابتن صالح لما عرف كان دايما يجدد لاسامه عرابي ولسدير والناس الكبار دولت سنه، صح؟ وده كان العرف اللي موجود، طالما عديت ال30 فبيجدد لك سنه بسنه على حسب ايه مستواك. فلما كابتن صالح قعد معايا فبيكلمني، قلت له بصراحه يا كابتن انا مش مرتاح وانا كذا 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 كذا، وفي حاجات انا مش فاهمها يعني والكلام ده. قال لي هو جاب يعني رن الجرس كده فقالوا لهم هاتوا عقد، فدخل حط العقد، انا ما اعرفش ده ايه. فقعدنا بقى نتكلم شويه وكده، فايه
ريحني نفسيا، انت من احسن اللعيبه، انت لعيب مؤثر جدا في الفرقه. وطبعا كان ساعتها بقى جون شبين وجون ما يعرفش ايه والكلام. فالمهم كلامه ريحني، فقال لي بص انا بمضي سنه واحده، لما اللعيب بيعدي ال 30 سنه انا همضي لك سنتين. طب لما الراجل يقول لك كده، وده صالح سليم. وده كابتن صالح، طبعا. ولما يقول لك انا همضي لك يعني همضيك سنتين، تمضي ولا تمضيش؟ تمضي. انت طبعا ما كلمتش في اي مبالغ، طبعا. واخد بالك، ولا قلت له انا داخل عايز امشي لاني انا في حاجات بتتعمل مش فاهم. حتى في الملعب مم. من لعيبه في الملعب. فعلا. والله العظيم ازاي؟ لعيبه كانت بتتعمد ان هي ما تبصلكش. مين؟ مش مهم بقى، دي لا. دي لا 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 ليه؟ لا 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 دي بص يعني دي مش هقدر اقول لك بعد انما على كده على البتاع مشاعر لا. مم. بقول لك بيتعمدوا. مم. انا بص يا اسلام، انا طول ما انا كنت ببقى في الملعب، انا ممكن انزل لحسين السيد كان يحدف لي الكوره، مم. ارجع اروح لاشرف قاسم يلعب لي الكوره، اروح في النادي الاهلي ما كنتش بلاقي الكلام ده. انزل ويقوم جاي عامل لك طرد. امتى الكوره تتحط بقى في الملعب؟ لما يكون في 2 لعيبه معينين في الملعب وما يدولكش، لو انا في الملعب وهما في الملعب ما يبصولكش ابدا. 2 لعيبه توأم. لا 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 لا, لا. هقول لك عليهم والله العظيم مم. يلعبوا لبعض ويطنشوك خالص، لدرجه ان اقول لك على موقف في ماتش اولمبي، انا قطعت الكره على ال 18 وحطيتها، كانت كورنر علينا، اوكي. فالكره اترفعت فطلعت جت على ال 18، فانا رقصت وحطيتها للعيب يعملها لي كده، هروح انفراد من قبل نص الملعب. تمام. هروح ايه يحطها لي بس كده، انا خلاص ضربت الراجل اللي هو يعتبر الاخير، اوكي. واخد بالك، فهو بس يحطها لي بس كده مم. قبل نص الملعب، هروح انفراد من قبل نص الملعب. قام جاي عامل كده وقام جاي مغير لعبه، قطعت جمهور الاهلي قاعد يشتمه طول المباراه لغايه ما هو طلب التغيير. ده مركزه ايه؟ مش مهم هقول لك عليه بس بعد مم. واخد بالك. اقسم بالله هذا حصل في ماتش تاني، كنا بنلعب السويس والماتش كان مأزم وكانت النتيجه 0-0، فجيت في كوره كده قبل نص الملعب خدتها تك 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 تك، وقمت جاي حاططها للعيب يعملها لي بس كده، هروح انفراد من قبل ال 18 ب 20 يارد. مم. قام عامل كده لف وقام جاي مطلع الباك ليفت، برضه الجمهور زام عليه وقعد يشتم فيه والكلام ده. هم ما كانوش عايزين يصيطوه، مع العلم ان انا لما كنت بشوف حد كنت ببقى حاططها، ده بالعكس، ده انا اللي بتصيط مش هو. ايوه صح. والجمهور كان يعني مثلا في مره من المرات بنلعب الاتحاد السكندري وكوره خدتها وقمت جاي مرقص فؤاد رمضان اللي هو كان ماسكني، وانا بقى عمل معايا فاول، وانا بقى قمت جاي عاملها بوش رجلي، لقيت شراب احمر جاي، ما انا ممكن اقعد على الكوره ايوه. وامسكها، لقيت شراب احمر جاي قمت جاي حاططها له، راح انفراد جابها جول. فكل الاحداث دي كانت بتقول لك، او الوقائع دي كانت كنت انت مستغربها طبعا جوه النادي الاهلي. في حد بينخرب ورايا، حد بينخرب؟ مش عايزني اكمل في الاهلي وعايز ازاي امشي. بقى؟ ما انا هقول لك على واقعتين. مم. الواقعه دي كنا بنلعب اسوان في اسوان، مم. واللعيبه كلها كانت بتلعب كبار، وفي خلال تلت ساعه او 25 دقيقه الاهلي متاخر بهدفين، دخل فينا جونين. مم. فالراجل هولمان الشوط الاولاني خلص ما رحناش للجول، اول ما الشوط الاولاني خلص قال لي قوم سخن، قمت سخن، نزلت فاول جبتها جول، كرة تانية عملتها لعلي ماهر جول، والجون التالت كسبنا 3-2. فعلا. والله مم. الراجل طلع الاتوبيس قدام اللعيبه كلها وقام جاي باز دماغي، عمرها ما حصلت من مدرب اجنبي، مم. واخد بالك. دي واقعة تانية ماتش جمهورية شبيه،
الجول اللي انت جبته ده كان في الدقيقة 47. 48 ونص. الماتش ده كان لينا فيه 3 ضربات جزاء، مم. والكابتن عبد الستار علي كان هو اللي بيحكم. مش عايز اقول لك ان الكابتن عبد الستار ما كانش، عشان بس الناس اللي كانت بتقول لك ايه، كان ساعتها في عداله، مم. واخد بالك. بس الراجل ده ما كانش شكله بيحب الاهلي، مم. لان له واقعتين معانا. مره انا ووليد في ماتش القناه تعادلنا 1-1، انا مم. ليا فيه ضربتين جزاء ووليد له ضربتين جزاء، وكان يجي لنا ويقول لنا والله العظيم لو الراجل مسكها بايده مش هحسب لكم ضربه جزاء. كابتن عبد الستار علي اه فعلا. والله. مم. ما هو اسال وليد، كان ايوه ماشي. يروح لوليد يقول له ايه لو الراجل مسكها بايده، انا ارقص واعدي واتضرب، ويقول لك لو مسكها بايده مش هحسب ضربه. طب ليه بقى؟ ما اعرفش. مم. والماتش التاني اللي هو بتاع جمهوريه شبين ده كان في واحده لفيليكس وواحده مش عارف يا لحسام حسن يا احمد كشري، اوكي. ضربه جزاء وما اتحسبتش، ما حسبوهمش. طبعا الدنيا مقفله، لو تعادلت الماتش ده انت خسرت الدوري، مم. خسرته. طبعا كان مستر هولمان اتطرد في اول 10 دقايق لما حط يعني خبط الكرة في محمد السيد الله يرحمه اللي هو كان لعيب شبين، والحكم طرد، فراح وقف الناحية التانية في الشمس، الناحية التانية عند اوض لبس. انت عارف ان في الماتش دوت خدونا ساعتها لعبنا فين؟ ملعب صغير في كده. الملعب بتاع نادي جمهورية شبين، مش بتاع في النادي، الاستاد، مش انت. في النادي، فنادي ملعب كنز، ضيق. واخد بالك. فطبعا لما اتطرد راح وقف قدام اوضه اللبس، فالمهم عايز يغير، فمحسن طنطاوي معاه، الحاج محسن طنطاوي، فالحاج محسن طنطاوي جه قال لي قوم سخن. مين اللي قاعد؟ الله يرحمهم كابتن احمد ماهر وكابتن ثابت البطل، مم. خايفين، مش عايزين ننزل، عايزين وليد صلاح اللي ينزل، لان وليد قاعد جنبي على الدكه. مم. فهم مش مصدقين ان الراجل عايز رضا عبد العال يغير، مم. واخد بالك. فقال له لا روح اتاكد، فقال له انا بقول لك رضا عبد العال يسخن. طبعا احنا قاعدين على الدكه والحوار داير قدامنا، مم. فالكابتن ثابت الله يرحمه قال له روح اتاكد يا محسن وتعال. راح طبعا في الحته دي ظريف الكابتن سامي. الشمس، مع ان كان علاقته بيا كانت كويسه جدا اه جدا، بس طبعا فوق قلب وهو طبعا. يقلب. طبعا. ده اكل ايه عشان اللي يقول لك اصل مدير الكوره قوي والكلام ده، كل ده في الهجايز، سيبك ولا تقول لي فلان ولا علان ولا كله، الامر من فوق، مم. ولي الامر يقول كله حاضر ونعم، ويقول لك جدد بكذا جدد، ويوقف كذا يوقف، مشي كذا مشي كذا. مم. ما هم اتعلموا الدرس من ساعه كابتن طاهر ابو زيد ومحمود صالح وعلاء ميوب وربيع ياسين، فهم اتعلموا هاتوا واحد هو اللي يبقى في المدفع. فالراجل مشي في الحر وراح، فبقول له مستر هولمان مين اللي هيغير؟ في وليد وفي هشام حنفي وفي رضا عبد العال. قال له رضا. رجع تاني اما قال لهم يا ولاد التيت تيت 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 تيت، وقعد يشتم انتوا عايزين تمشوروني في الحر، انا حرقت، وعمال يعمل العرق كده. الجو كان ولع، مم. وبنلعب الساعه 2:30 الظهر. مم. قوم يا عم سخن، قلت له انا جاهز، وهو عبال ما راح اصل انا عارف الراجل، طالما قال رضا كنت انت بدأت تسخن. سخنت، انا ماليش دعوه بيهم هم. هم كانوا بيتجننوا مني. انا مره الراجل هينزل محمد عماره في ماتش الشمس، مم. وادي محمد عماره يقول لك الواقعه دي مش كان معاك، يقول لك الواقعه دي، ومحمد عماره كان لسه جاي بقى من الاحتراف والكلام ده، ولسه صفقه جديده، فالراجل عايز يلعبه اخر ربع ساعه، احنا بنلعب الشمس والشمس كانت ضغطانه. مم. فانا قلت له معلش يا حماده لمحمد عماره، قلت له معلش يا عمار معلش ما تاخدهاش في يعني بقى. قلت له يا حاج محسن قول للراجل ان انا عايز العب. الراجل ما صدق، قال لي عايز تلعب؟ قلت له نزلت، عملت جون، كسبنا 3-1، وكل واحد بقى محمد يوسف راح انفراد وياسر ريان، خدت نجم الاسبوع في ال10 دقايق ولا ال7 دقايق اللي انا لعبتهم. مم. الحكم مش فاكره كان مين والله العظيم يا اسلام، ادى 5 دقايق، مع ان كان في الوقت ده صعب ان يدي 5 دقايق، مم.
قال لي انا مدي الخمس دقايق دولت عشان اتمتع بالشويه اللي انت بتلعبه. الحكم اقسم بجلال الله والايام المفترض ما اعرفش، انا مش فاكره، بس هو قال لي انا زودت 5 دقايق عشان اكمل المتعه اللي انت بتعملها دي، اتفرج عليه. احنا بقالنا 80 دقيقه في عك كروي، واخد بالك؟ وخدت نجم الاسبوع من الاستاذ مصطفى الادور. وجه كابتن ثابت عمل معايا الله يرحمه، عمل معاه مشكله. ما هو اي حد كان بياخد نجم الاسبوع يجي التمرين ويصور معاك والكلام ده. انا اتخانق معاه وما رضيش ينزله الملعب فكل الكلام ده. وبعدين انت تيجي تقول لي اصل انت، والله العظيم لا شلت من النادي الاهلي ولا فكرت في الحاجات دي، لان انا ما بشيلش دي، خلاص دي مواقف ما تاخدش النادي الاهلي بذنبها او نادي الزمالك. طب ما انا في نادي الزمالك كان في ناس تقول لك رضا عبد العال ما يلعبش، ابقى محطوط بالليل في التشكيل. ما انت كانوا بيقولوا التشكيل قبل الماتش بيوم في المحاضره اللي هي بعد العشاء، وانا اقول لهم في البيت كنت ساعتها بنسجل فيديوهات الماتش بالفيديو. فاكر انت الفيديوهات اللي هي كانت؟ فكنت اتصل بيهم واقول لهم ان انا هلعب بكره، سجلوا الماتش. وانا رايح يعني، واحنا رايحين الاستاد يقول لك في تعديل بسيط، رضا هيقعد ويلعب فلان الفلاني. ده مين ده؟ ايام مين اللي كان بيشيلك في الزمالك؟ لا دي ما اعرفهاش، ولوتك وحياه ولادي ما اعرفها، بس كان اللي كان ماسك كارلوس. كان مين اللي مع كارلوس؟ كان الكابتن محمود الخواجه، بس مش الكابتن الخواجه هو اللي كان بيجيله من فوق، بتيجي الكارلوس من فوق. كان مين المجلس؟ ما جلال ابراهيم؟ لا ما اعرفش سنه 90 كان مين. ما هو كان في سنه 90 على فكره. الراجل كان بيحبني جدا لغايه ما في حد في الترجمه بوظ الدنيا. علاقتك ليه كانت بحسام حسن؟ كويسه هو ابراهيم. ما حصلش اي مشاكل معاه؟ لا بص، المشاكل اللي هي العاديه بتاعت حسام، يعني مثلا تعمل مثلا فيليكس يزعل يقول لك انا معاك، انا مش عارف ايه الحاجات اللي هي، لان انت اذا كان شتم ابراهيم مره وانا قلت لك الكلام ده، هو كده يعني. ولما انت تجيب جون يقول لك، يعني في ماتش الاسماعيلي اللي هو انا جبت الفاول، لا اللي هو 3-0، هو جاب جون على فكره في الماتش ده، جاب الجون الثالث. فكان ساعتها مش فاكر هولمان كان مدي تعليمات ان انا اشوط الفاولات من بعيد من قريب، انا اللي اشوط الفاولات. فالمهم هو اتصاب وخرج، عايز ينزل يشوط الفاول فنزل. فطبعا هو عارف ان احنا كنا اتخصم مننا فلوس في ماتش جمهوريه شبين اللي احنا مش فاكر تعادلنا فيه ولا كسبنا فيه، كنت جبت جون فيه وكنا تعادلنا باين ولا لا، كنا كسبنا الماتش ده، بس كسبناه بالضالين. فجه فاول على ال 18 انا حطيتها جون الشوط الاولاني، جه فاول الشوط الثاني هو شاطه، اتخصم مني انا وهو، لان الراجل مدي تعليمات ان ان انا اللي اشوط الفاولات. واخد بالك؟ فهو كان عايز يشوط، قلت له انا مش هتخصم مني، انا هشاور. فقام جاي عامل كده وجري. فرجع بقى لما دخل الجون قال لي انت عارف الجون دخل ليه؟ عشان انا اللي عملت كده. الراجل بص عليا، قلت له يا عم اعمل كده كل مره. طيب حسام حسن هينجح مع المنتخب؟ هو مين كان اكتر واحد في مصر بيطالب بحسام حسن؟ انت. اللغه بتاعتي او النغمه بتاعتي اتغيرت ليه؟ ما اعرفش. هقول لك ليه. اول هام ان هو كان شخصيته قويه جدا، تمام، مع كل الفرق اللي هو كان ماسكها، ماشي، واخد بالك؟ تاني هام ان كان متميز بحته الروح والحماس والاصرار ونلعب لاخر دقيقه ولغايه ما الحكم يصفر، صح؟ تمام. ده بتغطي على النواحي الفنيه. طول ما انت بتجري وبتضغط والكلام ده ما بيبانش اذا كنت فني ولا مش فني. تمام. فهو فقد المستين دول، مع ان هو ما عندوش سنس ان الكرة الجميلة زي الكابتن حسن شحاتة. وما تقوليش اللعيبة مختلفة، ما احنا كل وقت وله أذان، صح؟ العشاء زي الظهر. لا بس هو هنا ما معهوش نفس النوعية بتاعة حسن شحاتة. طيب انت عندك 4 لعيبة بتيم النادي بتيم كابتن منتخب حسن شحاتة كله. لا في المهارة لا ماليش دعوة بالمهارة بقى. لا انا بكلمك على الطقم. جيل حسن شحاتة ده مش ما يتكرر. ليه؟
لان كان في مواهب ولاعيبه كوره مميزين طب جدا. ما في مواهب. لا دلوقتي مش زي الجيل اللي كان مع حسن شحاته طيب نقيسها. والجماهير. طب كابتن، نقيسها. خلي جيل حسن شحاته ده على جنب. يا عم ماشي انا ماشي، معاك. خلينا في الحالي. طب في الحالي ماشي، لما يكون عندك صلاح ومرموش ومصطفى محمد تمام، وتريزيجيه. وزيزو. لا سيبك من المصريين، احنا ماشي، بنتكلم على المحترفين. المحترفين. ماشي. لما يكون عندي 4 بالتقل ده، مم. انت منتظر ايه؟ مم. انك تعمل لهم كوره جميله، تجيب العوامل اللي هي تركبها عشان يساعدوا الناس دي. انت عندك احسن وينج لا رايت. هو انا ممكن اتفق معاك في ان دول يبقى مثلا يعملوا سكور كبير مقارنة مع المنتخبات او الفرق اللي احنا بنلعبها، لكن ما يقدموش برضو كرة جميلة. ليه ما ما انت. عندهمش لا لا نفس لا لا لا, لا. ما انت تقول الكلام ده لو انت هتلاعب السنغال، اه. قول لي الكلمتين دول. انما لما تلاعب سيراليون، مم. اما تلاعب اثيوبيا، مم. اما تلاعب جيبوتي، اما تلاعب ايه تاني عندنا في بوركينا فاسو اللي احنا ايوه. بنقول عليها اقوى فرقه، صح كده؟ مم. وما بتقدمش الكوره اللي هي الجميله. امال مع المنتخبات القويه هنعمل ايه يا اسلام؟ يعني انت شايف ان المنتخب هيواجه صعوبة في المنافسة على افريقيا؟ اه طبعا، بالشكل ده ربنا يستر. طب ايه الشكل اللي المفروض يعمله حسام عشان ننافس على بطولة افريقيا؟ رقم 1 العدل. مم. العدل في الاختيارات والعدل في التشكيل. هو انت امبارح يا اسلام لما بتلاعب مرموش وتريزيجيه ومصطفى محمد ومحمد صلاح، وهم اصلا عارف ان الفرقه التانيه هتيجي تقف، طب ما نزل حد عنده حلول. مم. يعني ما انت شفت الماتش الاولاني بتاع اثيوبيا اللي هي كانت بتشحن كوره واللعيبه دي مش عارفه تلعب. مم. فانت لازم تقعد ناس وتلاعب ناس وتعمل اللي هو الروتيشن عشان تبدا تدي دافع حتى للعيب اللي قاعد بره ان هو في امل ان انا العب. فانت امبارح لعبت بطريقه غلط، والماتش بتاع اثيوبيا لعب بطريقه غلط. وانا لاعب عشان ما اجيبش باك ليفت، العب بتريزيجيه باك ليفت اللي هو كان اخطر لعيب على المرمى في الماتش بتاع اثيوبيا. مضيع كام كوره تريزيجيه، واحده اللي حطها وجت في العارضه في القائم وخرجت، والتانيه اللي حطها بدماغه جنب العارضه، والتالته اللي حطها والجون وهو صدها. اللي عامل الاسيست. لا انا بكلمك على الماتش الماتش الاولاني، فانت اثيوبيا. بتلعبه باك ليفت وهو اكتر لعيب. طب انت بترجع الراجل دوت 70 و80 متر ليه رايح جاي ليه، والكره ما تقطع مطالب ان هو يرجع يجيبها؟ طب ما انت حط باك ليفت وخليه هو يلعب مكان مرموش. مم. يا عم خلي مرموش، انت بتحبه قوي، لعبه راس حربه مكان اسامه فيصل مم. ولا غلط؟ مم. بيلعبها في السيتي. بيلعب. طيب العب بمرموش والعب بصلاح والعب بتريزيجيه، هتهدف وهيبقى شكلك احسن من كده. انما الراجل اللي انت بتلعبه باك ليفت هو الوحيد اللي خطر على المرمى في ماتش اثيوبيا. طب ده مم. يرضي ربنا؟ والكره اول ما تقطع يرجع ال 70 متر ده عشان يجيب الكوره. يبقى ده فكر. مم. بلاش. انت الماتش بتاع امبارح كم مره تريزيجيه وهو بيلعب هاف بيطلع ومرموش بيخش لجوه؟ لو في بقى احمد كوكا ده بيطلع بيساند معاهم وبيلعب معاهم وبيكمل معاهم، مش كانت بقى الجبهه من نار؟ مم. ايه اللي بيوقفه ورا؟ عشان مش بتاعته. لو كريم الدبيس او كريم حافظ على الاقل هيطلع يعمل لك كروس ولا اتنين. ظلموا مصطفى محمد امبارح. هو مصطفى محمد ده عشان تلعبه لازم تعمل ايه؟ مم. اعمل كروسات من على الجناب، مش هي دي ميزته؟ مم. ولا اديله الكرة في رجله واقول له خد رقص زي مرموش وصلاح؟ شغلته. يبقى انت لازم تعمل له ايه؟ الحاجه اللي بيتفوق بيها او بيتميز بيها. مم. كروس لو اتعمل وهو ما طلعش او ما لعبهاش يبقى العيب فيه هو. مم. انت امبارح عملت كروسات، كام كرة راحت له كام كرة ما راحتلوش؟ ولا كروس. مم. ليه؟ لان الباشا عايز ياخد الكرة ويخش وتتقطع ويقف عادي. نفس الكلام صلاح بينزل مين عشان الباشا؟ ايه؟ مين البغاش. مم. الباشا البغاش مم. اللي بيلعب في السيتي. مم. عمر مرموش. مم. فيعني انا شايف امبارح ان كان يغير بيني وبينك ما يلعب ما يبداش. مم. كان امبارح ما يبداش.
وتلاعب مرموش وتلاعب مصطفى محمد وتجيب حد ناحيه الليفت وحد ناحيه الرايت عشان يعمل كروسات لمصطفى محمد اللي اتظلم. مم. شوف انا بقول لك السلوك بتاعه ايه، خاطئ مليون في المية ولازم يتعاقب. مم. والفترة دي ما يجيش منتخب عشان يتعلم، مم. عشان دي مش أول مرة. مم. بس لو جينا بقى نتكلم فني، لا هو اتظلم. مم. هو اتعمل له كروس وضيعه، اتعمل له كروس وضيعه، لا لا لا. مفيش. فانت كده ظلمته وجيت عليه، وعشان كده الراجل خرج قال اللفظ ده، مم. او خرج عن شعوره بسبب ان هو حاسس ان هو ما اتظلم. مم. واخد بالك؟ وفي لعيبه تانية بتتمشى في الملعب وملهاش اي تواجد ومبوظه اللعب وانت سايبها. مم. زيزو احسن لعيب في الملعب امبارح وما صدقنا ان فايق، انت طلعته. ايوه بس هو كان يعني لما عمل تغييرات عشان كان بيأمن، عشان سيراليون كانوا ماسكين كورة، فبالتالي كان هو بيحاول. مين اللي خلاهم ماشي، ماسكين كوره؟ هم طريقتهم، لا طريقة لا لعبهم. لا، ما هو انت المعلم ما بيضغطش مم. وصلاح ما بيضغطش، مم. خلينا واقعيين. مم. واخد بالك؟ ومصطفى محمد ما بيضغطش. ماشي، هو نزل ناس بتضغط، لا انزل. نزل حمدي ونزل شحاتة، فنزل ناس ايه تظبط اللي بص الدنيا في بص نص الملعب. ماشي، ما هو دولت نزلوا، الفرقه التانية فاقت اكتر مم. وضغطتك في نص ملعبك وعلى ال 18 بتاعك مم. لما عمل التغييرات دي. هو انت عارف ما كانش نزل مصطفى حمدي فتحي وكان نزل محمود صابر، مم. على الاقل ده بيلعب هاف رايت. واخد بالك؟ ويزيد شوية. وهيقفل ويزيد. مم. ما هو انت حضرتك بتلاعب تريزيجيه وبتلاعب زيزو. مم. ما تطلعش زيزو، طلع محمد صلاح مم. وخلي زيزو يلعب ناحيه الرايت ونزل محمود صابر تحت. مم. انا بقول لك هو طلع صلاح، طلع مرموش ونزل اسامه فيصل ويلعب باتنين راسات حربه، مصطفى محمد واسامه فيصل. ماتش بوركينا فاسو اللي هي يعني في منافسة أو أقرب المنافسين، شايفه هيبقى ماتش صعب علينا ولا لأ؟ احنا بص حظنا ان احنا نلعب اثيوبيا قبليه بيومين ثلاثه، صح؟ مم. ما هو الماتش ده لما ان شاء الله بامر الله نكسبه نبقى كام؟ 19. 19. انت بقى اهم حاجه ما تخسرش هناك، مم. مع ان انت هتلاعب جيبوتي وهتلاعب مين تاني؟ مم. غينيا هنا بعد ما تيجي من بوركينا. اوكي. فانت قبل ما تيجي من بوركينا ما تجيش من هناك الا وانت يا متعادل يا كسبان، ما تجيش خسران. خلي بالك بوركينا قبل ما هتلعب معانا هتلعب مع فرقه ضعيفه، مش عارف جيبوتي ولا جيبوتي. جيبوتي، فاقول هتكسب وانت هتكسب اثيوبيا، بقى انت بقيت 19 ما وهم. بتكلمش في الحسابات يا كابتن رضا، أنا بتكلم في الأداء والمنافس. لا اداء، ما احنا متفقين ما فيش اداء، بس انا بقول لك ما تخسرش هناك في بوركينا، مم. لان هنا ماتش غينيا هيبقى هو سهل بس احنا هنتوتر مم. وهتلعب تحت ضغط. مم. واخد بالك؟ والمنتخب اللعيبه دي مش هتعرف تلعب تحت ضغط. انا بكلمك بمنتهى الامان. بتتابع مسلسلات رمضان ولا لأ؟ لا، ليه؟ ما انا طول عمري ما بتفرجش على المسلسلات في رمضان، مم. بتفرج بعد رمضان، مم. لان في رمضان زي ما انت شايف ما فيش وقت. مم. انت بتفطر بتتفرج على رامز بس، وبعد كده بتقوم بقى يا بتصلي العشاء يا اما بتخرج يا اما عندي حلقه يا اما. فانت وبعدين بصراحه كتر المسلسلات دي ما بيخلكش تركز في حاجه. الاول كان في مسلسلين او ثلاثه يوم يضربوا الدم. متابعش مسلسلات خالص. لا ممكن بعد رمضان في اه. الاوقات بقى اللي هي ايه لما تلاقي في اجماع على مسلسل بعينه، مم. فانت بتخش وتشوف لو عجبني بكمله، ما عجبنيش خلاص. مم. انما انا حاليا انا بتفرج على مسلسلين تراكم مم. تركيين. المسلسل الاولاني اسمه ليلى، مم. والمسلسل الثاني اسمه المدينه البعيده. مم. فدولت متابعهم حاجه فيها كل حاجه حلوه، مم. اخراج، مناظر، الحاجات اللي هي جوه الفيلا، دراما. والدراما بتبقى محترمه وبتشدك من حلقه لحلقه، عايز تشوف ايه الحلقه اللي بعديها، ايه اللي هيحصل ايه اللي هيحصل. انما احنا عندنا هنا بصراحه سمك لبن تمر هندي، وفي
بصراحه يعني في الفتره الاخيره كده مخرجين بيحسسوك ان هم الاخراج ده اتعمل عشانهم، مم. وهم اصلا اعمالهم اقل من مستوى. بس الغرور والكبرياء والكلام دوت حاجه بقت تخنق بصراحه. زي مين مثلا؟ ده مش هقول بقى زي مين، ما انتوا عارفين. مم. يعني في مخرجين بصراحه بقت اوفر قوي، حتى في اللقاءات بتاعتهم تحس كده ان الغرور راكبهم يعني، وان الاخراج ده اتعمل عشانهم. امال بقى يوسف شاهين ده يعمل ايه؟ ولا هنا بركات؟ ولا عطف الطيب. يا نهار ابيض، ده مم. كان عبقري. ده مم. ده بقى اللي كان سابق الزمان. وده طبعا. واخد زي بليغ حمدي كده في الموسيقى. بالظبط. بليغ حمدي لما بتسمع له اي مقطوعه تقول يا جدعان الراجل دوت في سنه 60 وحاجه و50، وايه الالحان دي؟ مم. انما انت دلوقتي كله على الضرب تربت وخلاص ويمشي لك الاغنيه. لا، الاول في قصد، في كل حاجه بميزان وبحساب. اتفرج يا عم على حاول تفتكرني، مم. على مداح القمر، على موعود، على الحب كله، على الف ليله وليله. لا يا عم، الناس دي كانت اقسم بالله ادو بقى اللي كانوا السمنه واللحمه اللي هي الطبيعيه، مش لحمه الجمعيات والاكياس والكلام. لا، الفن زمان كان حاجه تحترم. حتى المسلسلات، يعني انت مثلا هات لي مسلسل كده بقيمه ارابيسك، مم. هات لي مسلسل كده بقيمه ضمير قبل حكم، هات لي مسلسل بقيمه جمعه الشوال دموع في عيون واقع، هات لي مسلسل رأفت الهجان. يا نهار اسود على رأفت الهجان ده، مم. 3 أجزاء. اقسم بالله يا اسلام بقعد ادور على القنوات عشان اجيب ريحته بس. ولاية الحلمية. ده انا ما هقول لك بقى، ده انا لسه بقى والعائلة. في مسلسلات انت لما يعني لما تقعد تتكلم عليها، ده بقى اللي كان بيطبخ له ويتسبك له ويتعمل له صح، كل خلطة خلطة صح. شفت لما بتعمل خلطة المحشي كده الحاجة ولا المدام وتعملها لك مظبوطة وعلى سنجة 10، هي دي المسلسلات. مش يعني الضوء الشارد بتعمل ايه في العيد يا كابتن رضا عموما؟ فأنا ما بخرجش، ما بروحش لحد غير 3 يوم. مم. أول يوم ده وتاني يوم باخده استجمام من شهر رمضان، لأن بعد موضوع التعب دوت والعملية، فبعد رمضان لازم تاخد راحة كده تريح فيها جسمك جامد يعني. وبعد اغرب كده عيد مر عليك؟ أغرب. مم. يعني كالعادة مثلا كنت في الزمالك اتغلبت ماتش في العيد، حصل مشكلة عموما، حتى حاجة شخصية، يعني لا، أغرب عيد عندك؟ هو كنا أغرب عيد لما كنت في نادي الزمالك والأتوبيس اتقلب بينا، كان قبل العيد بحوالي يوم أو يومين. فعلا. ومات فيه الكابتن حمدي حافظ، الله يرحمه. انا قعدت لما روحت البيت قعدت يجي 3 ايام من الهدر او من الاتوبيس لما اتشقلب بينا وحصل اللي حصل ده. بقيت برضو كنا برضو داخلين على عيد زي الايام دي، بس كان يعني كان قبل العيد بيوم او بيومين. كنا بنلعب الاولمبي في اسكندريه وراجعين، والدنيا كانت بتمطر خفيف، فالسواق بياخد الملف بسرعته، العجل لف منه وقعد بقى يتقلب. فقعدت بعد في العيد وانا حصل لي تربانه كده، مع انك اول واحد خرج من الاتوبيس. والله. والله اول واحد خرج من الاتوبيس والمشكله ان انا كنا ساعتها مشغلين فيلم اجنبي، وكان في ضرب وحرب وحاجات وطيارات بتقع وعربيات تفهمني. فلما الاتوبيس اتقلب كله كان مفكر ان ده في الفيلم. فعلا. اه والله ده في الفيلم. بس انا لما لقيت نفسي بره، ما أصل انا اتنطرت بالشباك انا ونبيل محمود. نبيل محمود اه، خرج من الشباك. كسر مع الاتوبيس بيتعمل اه. من قوه كتره الدفع، من قوه الدفع كسر الازاز وانا الازاز اتكسر وخرجنا بره. انا لقيت نفسي في الشارع، مم. واخد بالك. ولما جيت اركب تاني يعني جيت اخش الاتوبيس بس بعدها بفتره، لقيت في الله يرحمه الكابتن جلال محمود اه. كان قاعد اول واحد، فالتلفزيون وقع عليه، فلقيت وشه كله دم وعينيه بس اللي باين. اتخضيت نزلت جري، ما انا ما اعرفش مين ده.
التلفزيون لما وقع عليه فتح دماغه فوشه كله بقى دم، فعينيه بس هي اللي مباينه، فانا ما اعرفش مين ده، فنزلت تاني جري من الاتوبيس، وكان معايا خالد جلال، وكان معايا يعني كان معانا كل، وحماده عبد اللطيف، وكان في لعيبه كتير معانا. وكان ساعتها بقى لعيبه المنتخب كانوا في ناس جات لنا بس تاني يوم بقى لما احنا رجعنا تاني اسكندريه وبيتنا هناك، جينا تاني يوم وبعد كده جينا بقى، وكان داخل علينا العيد بقى، فقعدت يومين كده في تربانه، مش حاسس كابتن بالدنيا. حمدي حافظ توفى وقتها. والاتوبيس وهو بيتقلب هو خرج من الشباك فالاتوبيس جه على دماغه، فقعدنا نشيل الاتوبيس ما قدرناش، فين وفين بقى لما جت الناس اللي هم العربيات وقفت واتلموا والكلام دوت وشالوه، بس كان سر الإله طلع يعني. كابتن رضا عبد العال كل سنة وانت طيب، حبيبي يا سلوم، ودايما نبقى مع بعض كده ان شاء الله. يا رب كل شهر بقى، مش انت قلت للناس ان انت اديتهم وعد ان شاء الله كل اخر شهر او اول شهر ان يبقى. شاء الله باذن الله. انا اللي سعيد بيك وسعيد بالقصد اللي موجود ده، وما سحرناش الناس، احنا اللي اتسحرنا وهم قاعدين لا يتفرجوا علينا. يتسحر، لا الراجل ده متسحر. لا يتسحر. كل سنة وانت طيب يا كابتن رضا. انت طيب يا بص. بشكر طبعا النجم الكبير الكابتن رضا عبد العال، ان شاء الله حلقة جديدة في على الدكة. كل سنة وانتم طيبين.